منوريني طبعا يا شباب، ويعني حابب اشكر هشام قوي 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 على الفرصه الحلوه دي ان احنا نتقابل وان انا احاول يعني ادي تجربتي في حاجه معينه او في جزئيه ليها علاقه بال 3 دي. للي ما يعرفنيش، انا مش هقول لك بقى انا سيف حسام والكلام ده، ولكن انا بحب اتكلم على حاجتين في حياتي، هما البيزنس وعلاقه البيزنس بال 3 دي، او علاقه البيزنس بالفن يعني. من الاخر ازاي نجيب فلوس، تمام؟ فاللي انا هعمله في اللايف ده هو ان انا هتكلم في جزئيتين، او هنقسم اللايف جزئين. الجزء الاولاني له علاقه بمايند ماب، او ايه الحاجه اللي انا عملتها، وده اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه، دي الخريطه اللي انا مشيت عليها عشان تقدر ان انت تدخل 1000 او 2000 دولار او 3000 دولار في الشهر بطريقه تبقى سهله وطريقه سموز. فالمفروض ان انت لو فهمت الكلام اللي انا قلته ده، ان شاء الله ان شاء الله طبعا ربنا يكرمك وتقدر ان انت تدخل 1000 و2000 دولار، وان شاء الله تدخل مليون جنيه في الشهر عادي جدا، تمام؟ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني من اللايف هو بلندر، تمام؟ اللي هو اللي الناس عارفاني فيه. هتكلم في كام حاجه في بلندر كده. انا طبعا ما اعرفش مستوى الناس ايه، في ناس ممكن ما تبقاش عارفه بلندر خالص، ناس عارفينه قوي، ناس نص نص. فهنتكلم برضو في بلندر كده، افتح لكم بروجكت واشرح لكم فيه كام حاجه واوريكم انا وهشام برضو كنا اشتغلنا على بروجكت سوا، ازاي جمعنا ما بين ال 3 دي وال 2 دي، وازاي الاثنين مع بعض بيبقوا باورفول قوي يعني. فتمام، الدنيا تمام، اهم حاجه بس الصوت تمام، الشاشه تمام، في اي حد عنده مشكله جاهزين؟ ها؟ زي الفل، الصوت تمام تمام، ماشي. طبعا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده دي مايند ماب، حلو. احنا هنمشي واحده واحده، وانا اسف لو ايه الخط الاحمر اللي عن صورتي ده؟ ماشي تمام كده اتوقع. دي مايند ماب، ويعني اسف لو اللايف ده طول شويه، ولكن حابب ان انا اخد راحتي، فهتلاقوني كل شويه كده ببص وبتاكد ان انتوا مستفادين مبسوطين. اهم حاجه لو انتوا مبسوطين هتلاقوني بكمل، وان انتوا تبقوا تمام. فاحنا النهارده هنتكلم على ازاي ان احنا ندخل 1000 او 2000 دولار او الحاجات دي كلها. فيلا بينا. طيب احنا مبدئيا عشان تبقوا عارفين، احنا عندنا لو بصيتوا هنا كده 5 ستيبس، 5 خطوات، حلو. هنتكلم فيهم الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، ودي حاجه كده في النص هقول لكم ايه هي. فيلا بينا. طيب مبدئيا كده يعني انا عايز اعرف انا عايز ايه، وانا مين كانسان، كبني ادم، كراجل، كولد، كست، كبنت، ايا كان انت مين، يعني انت عايز ايه في حياتك، حلو. والحته دي مهمه جدا، لان في نوعين من الناس. في نوع اللي هو عايز يعمل حاجه في حياته، وفي نوع اللي هو انا مش عايز حاجه في حياتي. فده الرحله بتخلص هنا خلاص، مفيش حاجه نقدر نقولها له. هو لو موجود في اللايف يطلع من اللايف، ده مش احنا. وانا متاكد ان كل الناس اللي هنا عايزين يعملوا حاجه في حياتهم، وانا واثق من ده. طيب انت عايز ايه بقى؟ يعني ايه الهدف؟ في واحد عايز سوبر كار، وواحد مش عايز سوبر كار. والمثال ده انا كاتبه لسبب معين، لان في يوم من الايام انا كنت قاعد مع واحد صاحبي، فقاعدين بنتكلم، فبقول له انا في يوم من الايام لو انا بقيت غني وبقى معايا فلوس، انا اول حاجه هعملها ان انا هجيب بورش وهجيب فيراري. راح قال لي ايه الهبل ده؟ انا مهما بقى معايا فلوس انا مش هجيب لا بورش ولا فيراري، ولا فارق معايا العربيات خالص خالص. طبعا انا قعدت اتخانق معاه، وهو قعد يتخانق معايا، انت غبي وانت غبي ازاي ومش عارف ايه. ولكن في واقع الامر لا انا صح ولا هو صح، ولا انا غلط ولا هو غلط، ولكن كل واحد عارف هو عايز ايه. طيب دي مهمة جدا في رحلتك في الفريلانس او في الفلوس، لان هي بتحدد حاجات كتيرة قوي. وده اللي حصل معايا انا كسيف، واي حاجة انا بقولها في اللايف ده انا ما بتكلمش عامة، دي شخصيتي، انا ما بتكلمش في اي حاجة غير لما ابقى انا مريت بيها وعارف انا بقول ايه كويس قوي. فانا هحكي لكم القصص اللي انا بحكيها دي، ده انا تمام. فيعني ان شاء الله انتوا تستفادوا. فالمهم، فاللي حصل معايا ان انا في يوم من الايام كنت شغال في شركه، تمام؟ ممكن كنتوا تبقوا عارفين ايه هي الشركه يعني. ففي الشركه دي انا كنت بقبض 7000 جنيه. فكان كل هدفي في الشركه هو ان انا قلت لنفسي كده، ده كان قبل ما ابدا فريلانس او قبل اي حاجه، انا لو عرفت ادخل 7000 جنيه زياده على ال 7000 جنيه اللي موجوده، انا هبقى مبسوط جدا. ومشيت على الخطوات دي ودخلتها، وقلت انا عايز 20 وجبتها، وال100 وجبتها، المليون، وبعد المليون ومش عارف ايه. هو انا ليه مش مبسوط؟ في حاجه غلط صح؟ انت ازاي مش مبسوط؟ انا عايز ابقى مبسوط. طيب دي حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم ده ليه. وفي واحد تاني اعرفه كنت بتكلم معاه، وفي مجالنا على فكره، تمام؟ وانتوا كلكم عارفينه. ف... فكان بيقول لي والله انا كل اللي انا عايزه ان انا ادخل 100000 جنيه في الشهر، عشان دول هيخلوني اقدر اشيل البيت وابسط نفسي وعيلتي، واقدر اقضي وقت مع اولادي والكلام ده كله، وهبقى مبسوط، تمام؟ والشخص ده فعلا عمل كده وبقى مبسوط جدا. فاحنا ده بيرجع لنا للجزئيه اللي هي بتاعت انا عايز ايه وانا مين. ده هو ده عارف هو عايز ايه،
وده في حاجه غلط، هو لسه مش فاهم. تمام. طيب لحد ما اكتشفت ده انا، تمام، لحد ما اكتشفت ان انا كسيف الموضوع ملوش علاقه بالفلوس، ولكن الموضوع له علاقه بشخصيتي، ان انا واحد بحب ابني حاجه، ولما ابنيها واقدر ان انا اعملها ببقى عايز ابني اللي اعلى منها وابني اللي اعلى منها. فالفلوس دي طلعت باي برودكت، دي حاجه بتيجي في نص الطريق بغض النظر عن انت بتعمل ايه. يعني انا دلوقتي قاعد شغال بعمل حاجه، فالفلوس دي اللي هي تلقائي لازم تيجي. فهنا انا فهمت خلاص ايه اللي انا بعمله، او ليه انا ما كنتش مبسوط فوق، لان هي مالهاش علاقه بالفلوس، هي لها علاقه بان انا عايز اعمل حاجه، ف بعمل اللي اعلى منه واللي اعلى منه واللي اعلى منه. هو ايه الصوت بيتكرر؟ لو في حاجه عند الناس اتاكدوا بس ان الدنيا تمام. كله تمام، ماشي. طيب فانت هنا دي الجزئيه اللي بتاعت انت مين وعايز ايه. يعني انت بتعمل ايه، او انت عايز ايه في حياتك. لان انا اعرف ناس كتيره جدا لما بتيجي تقول هي عايزه مثلا حاجه معينه، بتقول حاجات هي مش واقعيه. لازم تعرف بجد انت عايز ايه عشان ما تكرهش حياتك في الوقت اللي احنا عايشين فيه بتاع السوشيال ميديا، وانت شايف الناس بتنزل ايه وبتعمل ايه والكلام ده كله. فدي هتريحك قوي. فلازم بس مبدئيا كده نعرف احنا عايزين ايه. طيب ولكن لو خدت بالك من حاجه، هتلاقي ان هنا او هنا ايا كان انت مين في البني ادمين دول كلهم، فانت في الاول في الاخر عايز فلوس، انت بتجيب فلوس. فاحنا هنبدا بقى نتكلم الفلوس دي بتيجي منين. ايا كان انت عايز 100,000، انت عايز مليون، انت عايز تريليون، الفلوس دي بتيجي منين. هنا بقى هنبدا نتكلم. فهتلاقي السهم بياخدنا هنا كده لستيب رقم 2، وان احنا هنخش في عالم البيزنس. جاهزين ان احنا نخش في عالم البيزنس بقى، نبدا نتكلم بيزنس شويه. يلا بينا. طيب آه هو يعني ايه بيزنس؟ ده السؤال. اي بيزنس في الدنيا، اي بيزنس في الدنيا هو بيتلخص في الجمله دي: business is other people's money. البيزنس هو ان انت تعرف تاخد فلوس الناس التانية. انا بعمل 3D، انا بعمل اكل، انا بعمل ايا كان ايه اللي انا هعمله عشان اقدر ادخل ايدي في جيبك واخد فلوسك. ده الفريلانس. تمام. انا بتكلم ولكن انتوا طبقوا الكلام ده كله عليكم انتوا. فده الفريلانس، ايه اللي انت هتعمله عشان ببساطه تقدر تدخل ايدك في جيب الشخص اللي قدامك وتاخد الفلوس ويبقى مبسوط وانت بتدخل ايدك في جيبه. تمام تمام. طيب فهنبدا دلوقتي نحط مثال ان في او في سؤالين مبدئيا قبل اي حاجه: هو انا هبيع ايه؟ انت هتبيع ايه؟ انت هتعمل ايه؟ وهتبيع ايه لمين؟ تمام. ودي مهمه جدا لان في ناس ما بتبقاش فاهمه هي بتبيع ايه وبتبيع ايه لمين. ليه؟ لان ساعات حد بيجي يسالني: سيف اعمل 3 دي انيميشن ازاي؟ انا بتكلم على 3 دي انيميشن عشان ده تخصصي. تمام. ولكن لو انت 2 دي ايا كان اللي انا هقوله، انا عارف ان هو موجود في الامثله كلها بتاعتكم. فتلاقي واحد بيعمل ال 3 دي انيميشن ب $200، وفي نفس الوقت واحد تاني بيعمله ب 2000، وفي نفس ذات الوقت واحد تاني بيعمله ب $200,000. طب ايه؟ وتلاقي التلاته الكواليتي قريبه، في حاجه غلط. فنبدا بقى هنا ان احنا نفهم ان المشكله مش فيك خالص. فاحنا دلوقتي عندنا شركه كار بروتكشن، اللي هو النيون اللي بيتحط على العربيات ده الفتره دي. تمام. عندنا ثلاثه، ده واحد وده التاني وده التالت. ايه ده؟ الثلاثه هيبيعوا كار بروتكشن. حلو تمام ماشي. يبقى كده انا هبيع ايه؟ الثلاثه هيبيعوا نفس الحاجه. هبيع ايه لمين؟ الاولاني هيبيع لناس ما عندهمش عربيات، ده عبيط. تمام. ده بني ادم عبيط، فهيبيع لناس ما عندهمش عربيات. ففي الاخر ده هيدخل زيرو، ده مفيش فلوس هتخش. انت بتبيع الحاجه الصح للناس الغلط. عارف انت اللي هو لما تقول النصيحه الصح من الشخص الغلط، هي دي بالظبط. فانت دلوقتي بعت الحاجه الصح للناس الغلط. وفي ناس كتيره جدا في الفريلانس بتعمل كده، ان هم عندهم السكيل الصح ولكن انت في المكان الغلط. طيب ده ملناش دعوه بيه، وده بنحاول نبعد عنه تماما، بنحاول ما نبقاش الشخص ده. تاني واحد بيبيع كار بروتكشن للناس عندهم عربيات، جامد حلو قوي. وتالت واحد بيبيع كار بروتكشن لناس عندهم عربيات سوبر كارز، بورش وفراري. تمام. شايفين الاثنين دول؟ هم دول اللي احنا بنبقى موجودين فيهم في الفريلانس. هم دول بالظبط اللي احنا موجودين فيهم في السوق بتاعنا دلوقتي. طيب ده هيدخل $1000 وده هيدخل $1,000,000. اللي هيبيع للعربيات العاديه $1000 واللي هيبيع للسوبر كارز هيدخل $1,000,000. ماشي. اي حاجه بقولها حاولوا بس ان انتوا تربطوها بيكم انتوا، ها. يعني اهم حاجه بالفريلانس افهم اللي انا بقوله، هتلاقي ان انت قادر ان انت تلنك اللي انا بقوله. انتوا اهم حاجه تمام، مبسوطين؟ اهم حاجه الدنيا تمام، مستفادين، ولا كده ولا كده؟ تمام. جامد. يلا بينا نكمل. ماشي. طيب
هنا ده السؤال اللي هو بتاع هتبيع ايه لمين. فاحنا دلوقتي عندنا الاثنين دول، احنا مالناش دعوه باللي كان على اليمين خالص ده اللي هو بيبيع الحاجه الصح في المكان الغلط، احنا هنبيع الحاجه الصح ولكن عندنا نوعين من الناس. فدلوقتي هنسال سؤال، هو انت ليه عايز تشتري مني؟ تمام. هتلاقي ان سبحان الله السبب اللي ده بيشتري عشانه سبب، والسبب اللي ده بيشتري عشانه سبب تاني خالص تماما. اللي على اليمين اللي هو اللي عنده الناس اللي عندها عربيات، هتبيع لهم ازاي؟ هتقول لهم انت محتاج بروتكشن في الزمن اللي احنا فيه ده، عشان لما تيجي تبيع العربيه بتاعتك ما يجيش واحد يقللك فيها 50,000 جنيه. والله مقنعه، فهدفع الفلوس دي عشان ما اقللش 50,000 جنيه. طب بتاع البورش او الفيراري، لما تيجي تقنعه هتقول له انت محتاج بروتكشن عشان ما ينفعش الناس تشوف البورش او الفيراري مخدوشه كده، منظرك وحش قدامهم، ما ينفعش العربيه دي ما ينفعش تخدش. تمام. فاللي حصل هنا في الفريلانس او في الكلاينتس ان نفس المنتج مش نفس السعر مش نفس سبب البيع. هنا بنبدا ان احنا نفهم ان اللعبه ملهاش علاقه بانت بتعمل ايه، ولكن ليها علاقه بانت باصص للي انت بتبيعه ده ازاي، وبتبيعه لمين، وبتتكلم ازاي، وبتقول ايه عشان تبيعه. حلو. تمام. طيب، هو الفلوس بالنسبه للناس دي ايه، او الفلوس بالنسبه لنا عامه كلنا احنا، كل الناس اللي هنا في اللايف والناس اللي عايشين والناس اللي عاشوا وماتوا واللي لسه هيموتوا والكلام ده كله. طيب، الفلوس حاجه تعبوا عشان يجيبوها. اكيد اتوقع ان انتوا كلكم تعبتوا عشان تجيبوا فلوس. الفلوس حاجه بتضمن ان احنا نعيش وما نموتش عشان هناكل. تمام، بالظبط، في حد كتبها وسيله للعيش. تمام. للعيش ولا للعيش؟ للعيش، ماشي. المهم، تالت حاجه ان حاجه بنحبها، الفلوس، كلنا بنحب الفلوس، مفيش حد ما بيحبش الفلوس. تمام. مفيش حد بيعمل كده لا فلوس لا مش عايزها. تمام. مفيش حد بيعمل كده خالص. فانت دلوقتي بتاخد من الناس اغلى حاجه عندهم، او اكتر حاجه بيتعبوا عشان يجيبوها بالنسبه لهم، اللي هي الفلوس. تمام. فانا حتى هنا كاتب لك يا نهار ابيض، هو انا ازاي هاخد حاجه من حد بالنسبه له اهم حاجه في حياته؟ ده مستحيل، صعبه جدا. طيب، فهتقدر تاخدها في حاله ان انت لو فهمت ليه ناس بيشتروا لبس وجزم وبتدفع فلوس في حاجات كتيره جدا بالنسبه لنا كسيف تافهه، بس بالنسبه له هو مهمه. يعني في عارف اللي هو لما انت لقيت واحد صاحبك بيشتري حاجه ويقول لك انت ايه اللي انت شاريه ده، او شاريه بكام، فانت تقول له 5000 جنيه، فيقول لك انت يا ابني انت مجنون ازاي يعني؟ انت بالنسبه لك مبسوط جدا، تقول له انت ليه بتنكد عليا يا عم، انا هشتريها. طب انت ليه؟ انت هنا تبدا تفهم ان الموضوع ملوش علاقه، الموضوع هنا في حاجه هنا. تمام. طيب، ماشي. في اسئله اي سؤال يا جماعه ليه علاقه بالكورس والحاجات دي سيبوه للاخر بس عشان انا ما اتشتتش. تمام، ماشي. ف هنا هتلاقوني كاتب ان يبقى هما بيشتروا لسبب تاني خالص، في حاجة تانية خالص الناس بتشتري عشانها، الخدمة بتاعتك، الحاجة اللي انت بتبيعها، الاكل، ايا كان انت بتشتري ايه او انت بتبيع ايه، الناس بتشتري لسبب تاني خالص. تمام. تمام. هنيجي بقى نبص في الدايرة الحلوة دي. طيب، تعالى كده نبص هنا. ده واحد مثلا اسمه سيف، لما سيف يتجوز بيقول انا هشتري ورد لمراتي عشان اشوفها مبسوطة وعشان ابقى مبسوط وانا شايفها مبسوطة. احساس السعادة. حلو. هل انا بحب الورد؟ يعني هل انا وانا بشتري الورد من الراجل ده بشتريه عشان انا افضل اشمه كده وابقى قاعد؟ لا، انا بشتري عشان السبب ده. حلو. طيب، عندنا واحد تاني بيقول ان هو يفتح شركه جديده، فهو محتاج يعمل براندنج عشان لازم الشركه تكون ناجحه، مش عايز افشل، الاحساس بالفشل، هو بيشتري حاجه عشان احساس الفشل هو مش عايزه. انا مش عايز احساس الفشل ده. عندنا واحد تالت بيقول ان هو يشتري رز بلبن ب 150 جنيه من مكان انتوا كلكم عارفينه عشان انا جعان ونفسي في حاجه مسكره، مع ان هو على فكره انا بضمن لكم 100% ان هو مش هيموت لو ما جابش رز بلبن ده، وانتوا كلكم عارفين كده. تمام. حلو. عندنا واحد رابع بيقول ان هو هيعمل اعلان 3 دي عن سيف حسام عشان هيطلع شكل البراند بتاعه بطريقه حلوه بشكل نظيف قدام الناس التانية، واحنا شركه جامده ومش عايزين نبقى مع الناس المنافسين، مش هو مش هيعمل، يعني ما ينفعش الشركه المنافسه تعمل 3 دي وانا لا، انا هعمل زيه. تمام. الراجل صاحب الشركه ده مش بيموت في ال 3 دي، يعني مش بيبص على ال 3 دي قبل ما ينام، مفيش الكلام ده. طيب، في واحد تاني صاحبي انا اعرفه، اقرب واحد ليا، اسمه مصطفى، اشترى مضرب بادل، لعبه بادل ب 8000 جنيه عشان هو بيروح بطولات وعشان يلعب بيه، مع ان في البطولات ممكن الناس تديله مضرب عادي وهو داخل يلعب، وانا قعدت اتريق عليه عمري كله. فانا مش فاهم. فلقيت ان كل دول اسباب البيع بتاعتهم راجعه لحاجه واحده بس في النص هنا، وهي المشاعر. اي حد بيشتري اي حاجه، وانتوا بتشتروا اي حاجه، انا وانا بشتري اي حاجه، اي حد بيشتري اي حاجه في الدنيا هو بيشتريها عشان في احساس او في حاجه حصلت، فهو بيشتري عشانها. في ايه المشاعر اللي بتجيلك، او انت ليه بتشتري الحاجه دي؟
فانت لازم تبقى فاهم كويس جدا البروسبكت بنقولها على الشخص اللي انت شايفه اللي هو بيجي يكلمك. هو جاي يتكلم معاك في حاجه جواه، هو عايز يشتري منك المانيبيوليشن ده، هو عايز يعمل معاك ايا كان الانيميشن ده، ايا كان هو عايز ده لسبب ما، مش عشان هو بيحب ال2 دي ك2 دي. هو مش بيحب ال2 دي، مفيش حد بيحب ال2 دي ولا ال3 دي، مفيش حد بيحب الحاجه دي ان هو الله افضل قاعد كده اللي هو انا بجد بعشق، مفيش الكلام ده. هم بيشتروا لسبب تاني خالص. فمجرد ما بنفهم الاسباب دي بتلاقي ان الموضوع اختلف تماما، بتلاقي ان انت قادر ان انت تعرف تبيع، وان انت يبقى اسمك كلوزر. كلوزر هو الشخص اللي اول ما حد بيجي يكلمه بيعرف يقفل الديل على طول، ودي بتيجي بالخبره، وبتيجي ان انت تبقى فاهم السايكولوجي بتاعت البني ادمين عامه بتمشي ازاي في الفلوس. حلو. طيب. حلو. انت كده فهمت خلاص الناس بتشتري ليه. فانا دلوقتي ابيع للناس، وفهمت ان المشاعر هي اللي بتحرك الناس. احمد مش عايز يفشل، واسامه نفسه مراته تحبه، ومريم بتحب تتفشخر قدام صحابها، ومحمود بيحب يكسب فهيدفع فلوس عشان يكسب. احنا خلاص فهمنا الحاجات دي كلها. فاي بيزنس في الدنيا لو انا دخلت فيه كسيف، عشان اقدر ان هو يبقى تمام لازم يبقى فيه 4 حاجات. او انا هخش في البيزنس ده لو هو فيه ال4 حاجات دول انا كسيف. لو هو الناس اللي فيه معاهم فلوس، والناس اللي موجودين فيه اقدر ان انا اوصل لهم بسهوله، والماركت ده بيكبر، السوق ده بيكبر تمام مش بينهار خلاص، والناس دي موجوعين في حاجه وجعاهم، في حاجه مضايقاهم، الناس دي عندهم حاجات، ده متضايق ان مراته مش بتحبه، وده حاسس بالفشل، ده نفسه يكبر، في بين، في وجع تمام. فانت لازم تفهم كويس جدا الناس دي ايه اللي وجعها وايه اللي مضايقها. تمام. حلو. فبنيجي نخش في حته ثانيه خالص دلوقتي غير الحته دي بقى، ان في 4 بيز هيخلوني اكسب في اي لعبه او في اي بيزنس انا بخشه، او في اي حاجه عامه. جمله الفريلانس او كده انا كسيف بقولها بيزنس، لان الموضوع انا كسيف خلاص كبر معايا، ولكن عامه الفريلانس هو بيزنس. يعني زي ما قلت لكم ايه هو البيزنس، هو فلوس الناس التانيه. فانتوا كلكم اي واحد بيحاول ياخد فلوس من حد تاني اهلا بيك، انت بيزنس مان او انت بيزنس وومن تمام، اهلا بيك. ف دلوقتي ايه الفور بيز عندنا؟ برودكت، وبرايس، وبليس، وبروموشن. تمام. حلو. البرودكت انت بتقدم ايه وبيحل مشكله ايه، وده اتكلمنا فيه، لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. طيب البرايس ايه هي القيمه مقابل السعر ده. حلو. لان عادي جدا ممكن اقول لك ايه رايك تاخد الموبايل ده، ده ايفون عادي جدا بس هتاخده بمليون جنيه. حلو. تقول لي ليه؟ ايه اللي فيه عشان هو يبقى مليون جنيه؟ ما هو في ايفون تاني ب 50 ولا 60 الف جنيه. ايه بقى القيمه، ايه الفاليو هنا؟ بنبدا نفهم بقى. اكيد ده في حاجه تخليه بمليون جنيه، فاهمين؟ طيب البليس، الناس اللي هبيع ليهم دول هم فين وهيوصلوا لي ازاي؟ لازم تبقى قادر ان انت تفهم انت لو داخل السوق انت ازاي هتوصل للناس دول، البروسبكتس، كل الناس دول اللي هياخدوا اللي انت تاخد فلوسهم هم موجودين فين وهتوصل لهم ازاي. ورابع واحده بروموشن، وهي انت ازاي هتقول للعالم كله انك عايش. طيب ودي مهمه جدا على فكره بالنسبه لي انا كسيف، لان في ناس بتبقى فاكره ان العالم عارف ان هم عايشين، مع ان محدش يعني محدش يعرف ان هو يعني هو فاكر ان الناس عارفه ان هو عايش، ولكن انت محدش عارف ان انت عايش. تمام. فدي مهمه جدا يعني. حلو. فانت خلاص فهمت اللعبه وهتفتح محل خلاص. انا ايه بمسح ايه هنا؟ فهمت خلاص، وهتفتح محل وهتعرف تبيع كل حاجه للناس. خلاص احنا فهمنا، يلا بينا تمام جامدين، يلا تمام، يلا يلا هنيجي هنا كده لفينا بقى خلاص. هنيجي كده معلش، هو ما حدش بيجي لي ليه؟ انا فتحت محل، وانا دلوقتي اتعلمت 3 دي واتعلمت 2 دي وبقيت مانيبيوليتور، وحرام انا اتعلمت كتير كتير وقعدت 5 ساعات في اليوم بعمل البروجكت ده، ده اكتر بروجكت تعبت فيه. عارفين الناس دي طبعا، اللي هو ينزل بروجكت ويلاقيه ما جابش لايكس ما جابش اي حاجه، فيقول لك حرام ده اكتر بروجكت انا تعبت عليه، ليه كده مش عارف ايه. اكيد انتوا عارفين الناس دي. حلو. فاكرين هنا لما قلنا ان البيزنس هو other people's money؟ طيب هو ما حدش بيجي لي ليه؟ عشان الناس. هم فين الناس؟ ما هو فين الناس؟ ما حدش بيجي لي ليه وما حدش بيكلمني ليه؟ في حاجه غلط. فبنبدا نضحك عليه، على الشخص ده، لان هو مش فاهم اللعبه الحقيقيه وهي الخطوه الثالثه. تمام. فهنا انا ها عمال اضحك كده لحد ما هنيجي هنا وهنبدا نخش في الخطوه الثالثه. انتوا اهم حاجه بس مبسوطين معايا؟ الناس مبسوطه اهم حاجه قبل ما اخش في الخطوه الثالثه؟ بص على الشات كده. ماشي. جامد. حلو. يلا بينا. طيب
هنبدا دلوقتي. احنا خلاص فتحنا المكان وفتحنا المحل، اتعلمنا 2 دي اتعلمنا 3 دي، احنا خلاص بقى عندنا السكيل. فهنيجي هنا كده ونقول ان محدش جه عشان محدش يعرفك. طيب كده يا سيف انا محتاج الناس تعرفني، اعمل ايه؟ عايزك تنزل وتقول لكل واحد في الشارع ان انت فتحت محل، او ان انت شغال 3 دي انيميتور، او ان انت شغال 2 دي، او ان انت موشن ديزاينر، او ان انت ايا كان. عايزك تنزل تعمل كده. انزل بقى، انت ساكن مثلا في مصر الجديده، انزل وعدي على كل واحد قول له ايه الاخبار، انا بعمل 1 2 3. ايه الاخبار، انا بعمل 1 2 3. تمام. طيب فهتيجي تقول لي ده مستحيل يا سيف، في ناس كتيره جدا، هقول لمين ولا مين؟ وبعدين انا عايز العالم كله يعرفني مش الشارع بتاعي بس. فاكيد في حل تاني. انا ممكن اقول لواحد واحد، ممكن اقول لناس كتير في وقت واحد في ميكروفون. عارفين بتوع الربابيكيا اللي هو معدي في الشارع، فبدل ما يخبط على كل باب فبيمسك الميكروفون ويقول ربابيكيا او بطاطين المحله، اكيد عارفينه. ممكن اخلي الناس هي اللي تقول لبعض. طيب انت عارف بقى ده اسمه ايه اللي انا قلته ده؟ ده اسمه ماركتينج. وانتوا اكيد كلكم عارفين الجمله دي، ولكن بتتقال كجمله عامه كده وما بنفهمش ايه الدواخل بتاعتها. ايه هو الماركتينج؟ ايه بقى الماركتينج ده يعني؟ ايه بقى الماركتينج؟ ماركتينج بيتلخص في جمله واحده بس، جمله بسيطه جدا، وهي ماركتينج هي البروسيس اوف بينج نون. دي البروسيس اللي انت بتعملها عشان كل يوم لما تصحى تقول للعالم على فكره انا صاحي، انا لسه ما متش، وانا بعمل 3 دي انيميشنز. بعدها نبدا نكمل شغل. كل يوم نصحى صباح الخير انا صاحي، انا بعمل 3 دي انيميشنز، انا لسه ما متش، ونكمل. تمام. هو ده الماركتينج حرفيا. طيب اعمل ماركتينج يعني ازاي ولا اعمل ايه؟ ده سؤال مهم. يا اما تقول لناس كتيره في نفس الوقت، بنعمل حاجه تقول لناس كتيره جدا في نفس الوقت، يا اما هنقول لواحد واحد، والاثنين دول مهمين جدا. طيب نيجي هنا في قصه حلوه جدا، وهقول لواحد واحد دي هنتكلم فيها، نشوف ازاي نقول لواحد واحد. امبارح كنت مع واحد اسمه كريم، معرفش كريم موجود معانا في اللايف ده ولا لا، اتمنى ان هو يبقى موجود. كريم معايا في الكورس. حلو. فانا بكلم الناس اللي عندي في الكورس اللي بيبعتوا لي مثلا رسائل حلوه او حاجه، يقولوا لي سيف انا دخلت جبت اول عميل مش عارف ايه، فبخش معاهم جوجل ميت او زوم عشان اتكلم معاه، عايز اعرف هو عمل ايه. لان انا بشرح لك ال 3 دي وبحاول ان انا اعمل زي المود بوردز او الحاجات دي، احاول ان انا افيد الناس، ولكن كريم موجود اهو بيكتب. ولكن يعني ببقى عايز اعرف ايه اللي هو عمله. فانا هضرب مثال بكريم. حلو. طيب موجود يا كريم. فكريم قال لي ايه؟ معلش يا كريم استاذنك اقول للناس اللي انت قلته يعني. تمام. لان انت عملت حاجه انا كسيف ما بعملهاش. حلو. ولكن انا عارف ان هي موجوده، بس انا مش بعملها في البيزنس بتاعي. الصوت متكرر ولا ايه؟ الدنيا تمام؟ تمام ماشي. طبعا يا جماعه معلش انا هعمل بس تايم اوت. احب اشكر هشام عشان هو مجمعنا ومخلينا نتكلم كده. دي اول حاجه. تاني حاجه احب اقول ان انا بحب بدري جدا، بدري دياب اعز صديق ليا يعني، فدي حاجه محتاج اقولها. تمام. يلا ايه ده؟ ايه صوت السقف ده؟ ماشي يلا. يلا بينا. طيب كريم قال لي ايه بقى؟ كريم كنت بتكلم معاه، فانا بتكلم مع كريم وبقول له كريم انت دخلت 1000 دولار في الشهر مش عارف ايه. تمام دخلت 1000 دولار في الشهر ازاي؟ بيقول لي انا كنت ببعت كل يوم ل 150 شركه دي ام او ايميل، واوريهم شغلي واقول لهم انا بعمل 1 2 3 4. ما يردوش عليا اروح باعت تاني، ما يردوش عليا اروح باعت تاني، وهكذا. فدي طريقه، ودي اللي اسمها كولد اوتريتش. تمام. ليه كولد؟ في جمله بتتقال لما انت بتخش في قعده مع ناس انت ما تعرفهمش، فبيقول لك بريك ذا ايس. عارفين الشخص اللي هو بيخش اللي هو ايه بقى يا جدعان عاملين ايه مش عارف ايه؟ فده اللي بيكسر التلج، اللي هو يلا تعالوا يا جدعان نبدا نتكلم بدل ما احنا كلنا مكسوفين كده. فعشان كده بتتقال كولد اوت ريتش، اللي هو دول ناس انت ما تعرفهمش خالص وهم ما يعرفكش خالص، وانت رحت فاتح الباب كده عليهم، السلام عليكم يا جدعان انا بعمل 3 دي، حد عايز؟ دي اسمها كولد اوت ريتش. تمام. طيب الورم اوت ريتش. الورم اوت ريتش هي الحاجه اللي انت بتبيع حاجه للناس بمجرد ما هم يدولك اي انطباع ولو 1% ان هم مهتمين. بمعنى كل الناس اللي في اللايف هنا النهارده انتوا كلكم ورم اوت ريتش. ليه؟ طالما انتوا دخلتوا لي دلوقتي انا اعرف ابيع لكم اي حاجه. انتوا طالما دخلتوا وقاعدين يبقى انتوا مبينين لي ان انتوا مهتمين. اي حد عمل لك لايك على اي بوست ده ورم اوت ريتش، ده مهتم. اي حد عمل لك كومنت ده مهتم. اي حد بين لك اي ذره اهتمام ده مهتم. تمام. ده اسمه ورم اوت ريتش. اي حد ما يعرفش ان انت موجود ده كولد اوت ريتش. فدول طريقتين للماركتنج اللي الناس بتشتغل بيهم. طيب هقول ايه يا سيف اصلا وانا لسه بادئ شغل وشغلي ضعيف وما اعرفش اي حاجه؟ طيب هنا بقى الكلام بيختلف تماما. تماما.
ايه اللي بيحصل بقى؟ وانتوا اكيد عارفين دي الناس عامه الرود ماب اللي انا عاملها دي، انا بحاول ان انا اجاوب على كل الاسئله اللي الناس بتسالها واللي انا كنت بسالها لنفسي في الاول. فالسؤال ده من اكتر الاسئله اللي معروفه، اللي هو هقول يا سيف اصلا انا لسه بادئ، واللي هو انا اعرف شغلي كويس ولا لا اصلا، ومحد وانا لسه بتعلم. انتوا اكيد عارفين ده. فالشخص ده بروح ماسكه كده بعد ما هو جه في الستيب التالتة، بروح ماسكه كده شده واقول له ارجع بقى كده، تعالى لي، ارجع بقى ورا خالص، تعال نتكلم بقى. سيلف education will never betray you، ودي الجملة اللي انا بحبها جدا. انت يا باشا محتاج تذاكر، ومحتاج تذاكر ازاي؟ هنبدأ بقى ان احنا نبص على البتاع ده. طيب ايه ده؟ مكتوب هنا 3 شهور، 6 شهور، سنة. 3 شهور اصفر، 6 شهور تقريبا ده لبني، سنة ده بينك. حلو. الثلاث شهور فيه شوية فلوس، الست شهور فيه شوية فلوس اكتر، السنة فيه فلوس كتير قوي. طيب ده معناه ايه بقى؟ هفهمكم وجهة نظري في الحتة دي. لما بتيجي تتعلم، او لما بتيجي تشتغل، او لما بتيجي تخش في حته البيزنس، في حاجتين دايما هم تحسهم بيخبطوا في بعض، وهدي هتحصل معاكم. كنت قاعد من كام يوم بتكلم مع حد، فبيقول لي ايه احساسك بعد الرحله ومش عارف ايه، وايه الحاجه اللي لو نفسك يرجع بيك الزمن هتعملها؟ انا كسيف فقلت له بجد 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 اكتر حاجه نفسي فيها هو ان انا ارجع لليوم اللي ما كانش جالي فيه ولا كلاينت، وكنت قاعد عمال اتعلم بس قاعد عمال اذاكر. ليه؟ لان في بدايه رحلتك وانت قاعد شغال، وانت شغال كده وبتبدا والكلام ده كله، انت دلوقتي هنقول ان انت اتعلمت 3 شهور، 3 months، تمام؟ اليوم 24 ساعه، هنقول ان انت 12 ساعه قاعد عمال تذاكر. باشا انت مفيش حد بيكلمك، انت ما بتجيبش فلوس، انت قاعد عمال تذاكر. ففي ال 12 ساعه دول انت قاعد عمال تذاكر، وفي خلال ال 3 شهور دول انت عملت ماركتنج، فجالك عميل. حلو، برافو، مفيش حد يقدر يقول اي حاجه، بجد دي حاجه انا فخور بيها جدا. انت جالك العميل ده وطلب منك شغلانه ب 200 دولار. طيب الشغلانه اللي ب 200 دولار دي اخدت من ال 12 ساعه هنقول 4 ساعات او 5 ساعات او 6 ساعات، فانت بقيت بدل ما انت بتذاكر 12 ساعه بقيت بتذاكر 8 ساعات مثلا. حلو، لو هي اخدت منك 4 ساعات. حلو، فانت الريتم بتاعك، الكيرف بتاعك وانت بتتعلم، بدل ما هو كان عامل كده بقى عامل ايه؟ بقى كده شويه، لسه مش بتطلع بسرعه، بس انت جبت فلوس، انت جبت فلوس بس. تمام. طيب اللي بيذاكر لمده 6 شهور ولسه ما عملش اي ماركتنج ولسه ما عملش اي حاجه وقاعد بيسكت، وبيذاكر برضو لمده 12 ساعه ايا كان، هيجي له شغلانه بعد 6 شهور بس مش بتبقى ب 200 دولار. ثقوا فيا، انا عارف ده كويس جدا. هتبقى ب 600 دولار، وبعدها هياخد وقت من يومه ايا كان 8 ساعات تانيين مش عارف ايه، والكيرف بتاعه يبدا ينزل. السنه لما يقعد سنه هيجي له شغلانه، ده قاعد سنه بيذاكر. انا عايزك تتخيل ان في واحد قاعد سنه كامله، سنه كامله. تخيلها على نفسك ان انت قاعد سنه كل يوم 365 يوم 12 ساعه قاعد عمال تذاكر، وماشي ورا اليوتيوب، ورا كورس، بتسمع بودكاست، ايا كان، قاعد عمال تذاكر ومش فارق معاك الفلوس خالص، مع ان الفلوس اهم حاجه واحنا بنحبها، بس انت باصص لقدام. انت عارف الماراثون هو ماراثون، تمام؟ هو مش سبرنت. فده هيجي له الشغلانه وهتجي له ب 5000 دولار. فهنا انا ببقى عارف ان الفلوس حلوه وكلنا بنحب الفلوس، ولكن لازم تبقى عارف ان دي سيلف اديوكيشن، دي اهم حاجه في اللعبه كلها. كل ما تتقل وكل ما تبقى عارف اللي هيحصل قدام، ربنا هيكرمك اكتر. لان مفيش حد بيزرع زرعه او بتحط ثمار حاجه وبعدها يعني ما تطلعش. هتطلع في يوم من الايام، ولكن بتاخد وقتها. كل حاجه بتاخد وقتها زي اي حاجه في الدنيا. فهي دي الفكره كلها. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان في ناس بتبدا ان هي تعمل ماركتنج وهم لسه في بدايه الرحله بتاعتهم، وبيعملوا ماركتنج مش بشخصيتهم الحقيقيه، مش بالقصه الحقيقيه، مش باي حاجه حقيقيه. فالماركتنج بتاعهم بيبقى عباره عن يا جماعه كل دي ناس واقفين، ناس كتير ناس كتير مش عارف ايه، ايا كان، أنا مش بعرف ارسم. فانت جيت كده يا جماعه بصوا قد ايه انا وحش. ده اللي انت عملته. انت عملت ماركتنج بتقول بصوا قد ايه انا شغلي وحش. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعمل ماركتنج نقول بصوا قد ايه انا جامد. فهنا بنيجي في الجزئيه اللي هي بتاعت ان انت لازم تبقى ذكي في الحاجات اللي زي دي، وتسمع الناس بتقول ايه، وتشوف راي الناس في شغلك، وتفهم الكلام ده كله. تمام. تمام. نرجع تاني بقى. فدي الجزئيه اللي هي بتاعت سيف انا اصلا لسه ببدا اعمل ايه والكلام ده كله. طيب هو انا هقول ايه اصلا يا سيف، وهقول ايه فين؟ بس قبل ما اقول ايه فين والجزئيه دي،
في جمله هنا انا بحبها قوي، ان ماركتنج هو السول بتاع اي بزنس. انت لو ما لقيتنيش في يوم من الايام انا كسيف شغال على بروجكت، هتلاقيني بنسبه كبيره قاعد مع الماركتنج تيم، او قاعد بفكر في الماركتنج، او قاعد بفكر ازاي ناس اكتر تعرفنا. حلو. ف... فدي مهمه جدا للماركتنج. فكده دي الستيب الثالثه. انتوا تمام مبسوطين؟ عشان نخش على الستيب الرابعه. تمام. في حد زهقان مليته مني؟ عايزين نقفل، عايزين نمشي، عايزين نروح، ولا عايزين نكمل؟ احنا كام واحد اصلا؟ هل في ناس؟ انا مش واخد بالي. يا في ناس. حلو. منورين يا جماعه والله. اتمنى ان انتوا فعلا تبقوا بتستفادوا من الكلام اللي انا بقوله. و... وزي ما قلت لكم، ده اللي انا قلته في الاول، كل اللي انا بقوله ده بجد طالع من قلبي. لان المايند ماب دي انا عملتها قبل كده وشرحتها قبل كده للناس اللي في الكورس عندي، وعدلت عليها حاجات، وبفضل اعدل عليها دايما، وبحاول اطلع اكتر اللي جوايا او اللي انا شايفه في الجزئيه دي. تمام. وزي ما قلت لكم انا كسيف، انا يعني بحب اتكلم في حاجتين. بحب اتكلم في البيزنس عامه، وبحب اتكلم في ال 3 دي، او ايه علاقه الفن بالفلوس. تمام. تمام. يلا بينا. حلو. فهنيجي بقى للستيب الرابعه بعد الماركتنج والكلام ده كله. ستيب 4، وهي السوشيال ميديا. احنا هنماركت فين؟ السوشيال ميديا. حلو. طيب ايه في السوشيال ميديا؟ عندنا دريبل، عندنا بيهانس، عندنا لينكد ان، عندنا تويتر اللي هو اكس ايا كان، عندنا تيك توك، عندنا انستجرام، عندنا فيسبوك. طيب هنا كان في شخص في يوم من الايام، شخص صعب جدا، اسمه سيف حسام. ما حدش كان لسه يعرفه ساعتها. كان شخص عنيد، الايجو بتاعه كان عالي. تمام. واللي كانوا عارفين كده كانوا اهله في البيت. ده انا. حلو. كنت فاكر ان انا فاهم كل حاجه، وما بحبش حد يعدل لي على حاجه. ده كان انا في يوم من الايام. لحد ما اختي دخلت عليا، اختي الكبيره اسمها نسمه، انا بحبها جدا. دخلت عليا، انا كنت قاعد شغال، كنت في الاي تي اي ساعتها، كنت قاعد بعمل ريج. فقالت لي سيف، ايه رايك ان انت تنزل اللي انت بتعمله ده على تيك توك؟ طبعا كالعاده، لان انا الايجو بتاعي عالي، قلت لها امشي، انت مش فاهمه حاجه، ما حدش فاهم يعني ايه ريج، انا مش هنزله. قالت لي اسمع الكلام، وفضلت تعند معايا، وكانت هتخش خلاص تضربني، ونزله بالعافيه. رحت مسجل ونزلته. نمت صحيت لقيت ان الفيديو ده جايب 200,000 فيو من اكونت زيرو، مفيهوش حاجه. طبعا بقيت مكسوف جدا قدامها، مش عارف اقول ايه. قالت لي نزل واحد كمان. رحت منزل واحد كمان، لقيته جاب 100,000 فيو. قالت لي نزل واحد كمان. فهنا بدات افهم ان في حاجه انا مش فاهمها، وبدات افهم ان انا مش فاهم كل حاجه. وبدا ان الايجو بتاعي ينزل، وان انا اسمع كلام الناس التانية يمكن يبقوا صح في يوم من الايام. طيب ده كان على تيك توك بس. قعدت على تيك توك بنزل لمده سنتين، بنزل على تيك توك بس. طيب جات لي اختي تاني، دخلت عليا. كان عندي انستجرام ساعتها عادي، كان عليه 3000 فولور. نسمه دخلت عليا تاني، اختي، قالت لي بقول لك ايه، شايف كل الفيديوهات اللي انت نزلتها على تيك توك دي؟ كان زماني كنت بنزل سنه ونص. عايزك تنزلهم كلهم على انستجرام. طبعا بقى انتوا متوقعين ان انا اتغيرت؟ نفس الشخصيه، نفس الايجو. قلت لها اطلعي بره، انت مش فاهمه حاجه. نفس الشخصيه، مفيش فايده. ف راحت مسكتني تاني، كانت هتضربني، ورحت منزل على انستجرام. لقيت نفس الحوار بيحصل، الفيديوهات قاعده عماله تجيب فيوز، لان هي نجحت هنا فهتنجح هنا. طيب ف هنبدا هنا نرجع لحاجه فكروني ان انا عايز ارجع لها، لان انا ممكن انساها. انا هكمل، بس فكروني في جزئيه السوشيال ميديا دي، ان هو ليه تيك توك وانستجرام والحاجات دي كلها. طبعا الايجو ده نزل دلوقتي. وهقول لكم حاجه، جمله انا بحبها جدا، ان اي حاجه ليها علاقه بنجاحك في يوم من الايام هي عند الباب التاني من ان انت تسيب غرورك. يعني عشان تنجح، الغرور اللي جواك والايجو اللي جواك لازم ترميه، ايا كان انت وصلت لايه في الدنيا. لو انت بتعرف تجيب 5 مليون جنيه في الشهر وفاكر نفسك حاجه، انت مش حاجه، لان في حد غيرك بيجيب 100 مليون جنيه في الشهر عادي جدا. فدي حاجه انا دايما بحاول ان انا خلاص، لا انا مش فاهم حاجه، انا بحاول افهم. وفي ناس تانية مش شرط ان هم يبقوا دارسين، بس ممكن يبقوا شايفين حاجه انا مش شايفها. وانتوا اكيد فاهمين ده، البرسبكتيف اسمها. عارفين لما انتوا تبقوا في جوه حوار، وانتوا جوه الحوار وعمالين مش عارف ايه، وفي واحد شايفكم من بعيد، شايف كل الكروت، فبيقول لك بقول لك ايه، ما تجرب تعمل كذا. حصلت اكيد. ومثلا بدر عارف القصه دي، مثلا في الشركه او حاجه، لما انا وبدر يا جماعه كنا في نفس الشركه مع بعض. فالمهم لما نبقى قاعدين شغالين حوار ومش عارف ايه، وبروجكت بايظ وفي قصه، تلاقي واحد راح جه من اخر المكتب بيقول لك ايه، دوس هنا هتلاقيها اتظبطت، تدوس تلاقيها اتظبطت. ايه ده؟ هو عشان هو شايف البرسبكتيف من بعيد. فدي الناس التانيين في اي حاجه انت بتعملها، اسمع منهم، يمكن يقول لك حاجه انت مش فاهمها. تمام. وسيب الايجو بتاعك على جنب يعني. ف دي السوشيال ميديا. فدول ينفع نكلم شخص واحد او نكلم ناس كتير. دول هم التلفزيون بتوع زمان، ده هو التلفزيون. حلو. طيب نكلم شخص واحد او نكلم ناس كتير ازاي؟ نكلم شخص واحد اللي هو الدي ام،
محسن ايه الاخبار، سيف ايه الاخبار، بدر ايه الاخبار، هشام ايه الاخبار، تخش انت تبعت له واحد واحد، او ان انت تنزل قدام الناس كلها، وهو ان انت بتنزل حاجه على النت. طيب ده اسمه اتنشن. في يوم من الايام وانا صغير كنت دايما اكتر حاجه بستغربها وانا راكب العربيه او وانا ماشي في الشارع، لما الاقي محل جزاره فتح، ومحل الجزاره ده الاقي الشارع كله منور، كله، مع ان المحل قد كده الاقي 10 كيلو انوار ومش عارف ايه وبتاع. عمري ما كنت فاهم انت ليه بتعمل كده يا عم، خلاص ليه بتعمل كده. كبرت وفهمت ان هو بيدور على الجمله دي اتنشن، بيدور على ان الناس كلها وهي ماشيه من اول الشارع وهم ماشيين يفضلوا باصين باصين ورقبتهم تروح لفه كده. لو عرفت تخلي الناس رقبتها بدل ما هي كده ان هي تروح لفه لك وتبص لك كده، اهلا بيك، الفلوس هتجيلك. تمام، دي قاعده خلاص. هي كده، لو انت عرفت تخلي الناس تمسك عينيهم وتخليهم يبصوا كده، تخليهم هم ماسكين الموبايل ده وهم قاعدين بيلفوا كده يروحوا عاملين كده عشان يفضلوا يتفرجوا على الفيديو بتاعك، اهلا بيك، انت جبت فلوس. تمام. طيب فانا مش فارق معايا السوشيال ميديا، انا فارق معايا بس ان انا اعرف الناس بتركز فين، الناس بتبص على ايه قبل ما تنام. فلو الناس كلها قررت ان هي ترجع تسمع الراديو تاني، انا هبقى اول واحد بعمل اعلان على الراديو. لو الناس كلها قررت ان هي تقرا الجورنان تاني مع انه انتهى، بس في يوم من الايام كان الناس كلها بتعمل اعلانات عليه وبيعملوا اللي هم عايزين ناس تشتغل في الشركه بتاعتهم في الجورنان، انا هرجع اعمل اعلان في الجورنان. لو الاعلانات بقت في السماء هعمل اعلان في السماء. فهي ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا، هي لها علاقه بس ان احنا الناس عينيها فين، الناس بتبص فين. تمام. ف ماركتنج هو مجرد حاجه بس بعرف بيها الناس ان انا عايش، ان انا لسه ما متش. حلو. طيب طب انا يا سيف بعد ما نزلت محدش اشترى مني ومحدش كلمني اصلا، عشان بس ما نرغيش كتير همسكك واروح مرجعك تاني في الحته اللي هنا دي. همسكك واروح مرجعك تاني هناك. حلو، انتوا خلاص عرفتوها، اروح ماسكك كده اوديك هناك. حلو. ووقف على طول ساعتها، وقف على طول ساعتها ماركتنج لو انت بتعمل ماركتنج في الاتجاه الغلط او لو انت بتنزل حاجه غلط، لان دي مهمه جدا جدا جدا. وهديكم مثال حي دلوقتي لحاجات بتحصل معايا. طبعا انا كسيف الحمد لله ربنا كرمني في حاجات كتيره قوي، منهم ان في ناس كتير بتبعت لي او الحاجات دي كلها. فبطبيعه الامر ان انا بشوف حاجات غريبه، بشوف حاجات حلوه جدا، بشوف حاجات وحشه جدا، بشوف عندي قصص لو حكيتها ممكن يعني ما نخلصش. تمام. فهقول لكم قصه منهم يعني، ولكن قبل ما اقول القصه، السوشيال ميديا عامه هي فري تول، فانت ما تعيطش. بمعنى قبل كده زمان لو انت كنت عايز تعمل ادفرتايزنج او لو انت عايز تعلن عن اي حاجه في ايا كان المكان، في الجورنان، في التلفزيون، لو انت هتخلي ولاد اللي هم بيبقوا بعد صلاه الجمعه بيوزعوا فلايرز او الحاجات دي، دول كلهم هياخدوا فلوس. السوشيال ميديا بتاخدش منك حاجه. فلو انت نزلت فيديو وما جابش فيوز، بعد اذنك ما تعيطش. ده بدل ما نخليك تعمل اعلان في التلفزيون وتدفع فلوس وما يجيبش. دي لعبه لازم تقعد بقى تستمتع في اللعبه دي. المهم ان اي حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي لحد دلوقتي عشان تبقوا عارفين ده ممكن اقعد جواه 5 ساعات، ولكن عشان بس ما تزهقوش مني، احنا دلوقتي بقى لنا 40 دقيقه، انا لسه قدامي شويه. ف يعني انا بحاول بس ان انا اديكم الاوفر فيو. طيب دي كده ستيب 4. في حاجه بقى هنا مهمه جدا في دي، وانا حتى كاتب بليز ارجوكم، بس قبل ما اقولها بحب اطمن بس. تمام، مبسوطين، الدنيا حلوه. امم يا ريت كله بس يقول كده عشان. حلو، جامد جامد. يلا بينا، انا بحب قوي الناس اللي بتحط الايموجي بتاعي ده يا جماعه، بحب الايموجي ده. منصات السوشيال ميديا التانية، حلو. في حد كان معلش في حاجة، في حد فكرني ان انا كنت عايز اتكلم على حاجة هنا في حتة السوشيال ميديا، ان انت تنزل فين او ما تنزلش فين، لان ده سؤال مهم جدا. تيك توك عليه ناس، انستجرام عليه ناس، فيسبوك عليه ناس. فحرفيا انت لما بتنزل في كله، انت دول ناس ودول ناس ودول ناس. فحاول ان انت تنزل في كل حته. تمام. في نوعين من السوشيال ميديا، وده علم عشان تبقوا عارفين، ده مش كلام. كل دول يا اما بتعمل زي ما انا عملت في الاول، ان انا دخلت على تيك توك ورحت دايف قوي، نزلت قوي، كبرته قوي، وبعدها رحت عامل انستجرام فقدرت ان انا اودي الناس اللي هنا هنا، وبعدها بتروح نازل قوي، بعدها بروح عامل فيسبوك وبودي الناس اللي هنا هنا. تمام. ده الفلو او اوتوميشن، انت بتودي مين فين مين فين. الطريقه الثانيه ان انت اكنك حاطط كوبايات كتير، دي كوبايات وبتملي هنا شويه 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 وبتملي هنا شويه. تمام. فدي طرق، ده اللي انا كنت عايز اقوله يعني، دي مهمه جدا، لان انت ما تعرفش انت ممكن تبقى محظوظ فين، ممكن تبقى محظوظ هنا، ممكن تبقى محظوظ هنا، ما تعرفوش. خلونا اديكم مثال. في اليوم من الايام بعد ما اهتميت بانستجرام قوي، كنت بتكلم مع اختي تاني،
فكنت بقول لها عايز اخش على الدي امز بتاع التيك توك لان بقالي كتير جدا ما دخلتش عليها، ممكن يبقى في كلاينت مهم جدا. بالصدفه لقيت ان اكبر كلاينت بتاع بيرفيومز، اكبر بزنس بيرفيومز في السعوديه، بعتين لي دي ام هناك اكتر من مره وانا ما ردتش هناك بعد ما كنت انا مركز على انستجرام. فانت ما تعرفش الشخص ده اللي هو ماسك مدير فرع كذا، مدير مش عارف ايه كذا، هو في الاول وفي الاخر بني ادم زيك قبل ما بينام وهو على السرير وهو متغطي بيبقى بيقلب في الموبايل عادي جدا. تمام. في حد بيقول انه عايز يشوف وودي. طبعا يا جماعه للناس اللي ما تعرفنيش، انا بحب وودي جدا. انتوا اكيد عارفين وودي بتاع توي ستوري. انا بحس ان هو شبهي، وبحس ان هو شخصيته زيي يعني، او انا شخصيتي زيه، مش عارف مين شخصيه مين، بحس ان هو انا يعني. والهديه دي جات لي من حد انا بحبه قوي. تمام، فده وودي. وعلى فكره الكاب بتاعته ينفع اقلعها له. بصوا. وعلى فكره بقى ده بيتحرك بالليل وانا نايم زي الفيلم بالظبط. المهم، طيب خلاص ده كده الجزئيه دي. حاجه بقى ليها علاقه بالماركتنج مهمه جدا. احنا خلاص قربنا خلاص، بعدها نخش في بلندر عشان ما تزهقوش مني. هطلب منكم طلب بعد اذنكم، وهحكي لكم قصه. ممكن لو سمحت، لو سمحت ما تضحكش على الناس. وهديكم مثال. الشخص الحقيقي بس بالنسبه لي هو اللي بيكسب في اللعبه بتاعت الماركتنج. وهديكم مثال. واحد بعت لي دي ام، مش هقول اسمه، مش هقول اي حاجه. سيف الحقني انا مش عارف اسعر شغلي، مش بيجي لي اي فريلانس ومش عارف ايه. طبعا انا بحاول ان انا ارد على الناس كلها على فكره في الدي امز، وبحاول ان انا اساعد على قد ما اقدر ومش عارف ايه. فبعت له فويس نوت، انت المفروض تعمل كذا 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 مش عارف ايه. وقلت اخش على الاكونت بتاعه، وكانت الصدمه لقيته منزل كميه ريلز في مجال ال 3 دي. تعال اقول لك ازاي انا بعمل 5000 و10000 دولار في الشهر ومش عارف ايه. ده اليوتيوب بتاعي، خش وتعلم مني ومش عارف كذا كذا كذا. ففهمت اللي فيها. انت سألني سؤال على حاجه ومنزل حاجه تانية للناس. فمهما كان انت كبرت وعرفت تضحك على الناس، انت مش هتعرف تنام بالليل. تمام. وحته مش هتعرف تنام بالليل دي انا بجد يعني عارف ان دي حقيقيه. لان في يوم من الايام كنت لما السوشيال ميديا بدات ان هي عندي تكبر، كنت بقعد اكلم اختي تاني، بقعد اسالها هو اللي انا فيه ده استحقه ولا لا. وكنت ببقى خايف لان انت في ناس كتير بتتفرج عليك. انا وحتى انا وبدر كنا بنتكلم في الموضوع ده في يوم من الايام. تقول في ناس كتير بتسمعك، لازم تاخد بالك جدا من اللي انت بتقوله. دي حاجه تخوف، دي حاجه مش سهله. ممكن اقول كلمه حد ياخدها بشكل ما، فانت ما تعرفش. فدي مهمه قوي. اللي بيقول الحقيقه هو اللي بيكسب. بمعنى ان لو انت لسه بتبدا تتعلم 3 دي، وبدل ما تعمل ماركتنج ان انت تبيع، رحت قايل ده اول يوم ليا وانا بتعلم 3 دي، وتوري الناس قد ايه انت اول يوم فشلت، هيحبوك. ولكن لو قلت حاجه تانية عكس دي، هيعرفوا ان انت كداب وهيكرهوك ومش تعرف تصلح سمعتك تاني. فدي مهمه جدا. اوعى تخاف ان انت تقول للناس ان انت بدات في حاجه وفشلت فيها، لان كلنا هنا بنفشل. ايا كان في كام واحد موجود هنا في اللايف، كلنا بنفشل يوميا وكلنا عارفين كده. ولكن محدش بيقدر انه يقول هو فشل في ايه. فاللي بيقول بيبقى مميز جدا، لان الناس كلها بتريليت. ايه ده انت فشلت، انا كمان فشلت. فدي مهمه قوي. فاطلع قول ان انت فشلت، اطلع قول ان ده اول يوم ليك وانت بتتعلم وفشلت، عادي جدا مفيش مشكله. صدقوني الناس هتحبوكوا ساعتها، وساعتها هيبقوا متابعين الرحله بتاعتك. فيوم ما تقول حاجه بقى تانية هيصدقوك لان هم شافوك كنت بتفشل. دي مهمه جدا. تمام. في حاجات كتير جدا في الماركتنج هقول لكم عليها آه، مهمه. تمام. طيب في الماركتنج او في البيزنس عامه او في الفريلانس، لو انت مش عارف تبقى اول واحد في الكاتيجوري بتاعك، اعمل كاتيجوري جديد خالص بيك. دي ممكن تبقى صعبه شويه او فهمها صعب شويه، وانا قعدت شويه لحد ما افهمها. ولكن لو انت واحد 2 دي انيميتور او شغال على الفوتوشوب، وفي ناس كتير جدا شغالين على الفوتوشوب، انت محتاج تقعد كتير جدا في يومك وتقفل عليك الباب وتعرف ايه الحاجه اللي انا لو عملتها في الفوتوشوب. ناس كتير جدا شغالين في الفوتوشوب، طب ايه اللي انا لو عملته في المجال ده، بغض النظر عن ان انا هعمل سوشيال ميديا ديزاين، هيخليني في كاتيجوري تاني لوحدي. دي مهمه جدا. طيب تاني حاجه، كل سوق او كل بيزنس حرفيا هو عباره عن سباق بين حصانين، وفي حصانه كتير محدش باصص لهم. بمعنى هقول لكم حاجه وانتوا اكتبوا لي في الكومنتس ايه هي التانية. هقول لكم حاجه والمنافس بتاعها بي ام. اكتبوا انتوا بقى في الكومنتس بي ام ومين. بي ام دبليو مين. هم. ومرسيدس بالظبط. مين كتب بورش؟ بورش ايه، بي ام ومرسيدس. تمام. فمثلا نايك ومين، نايك ومين، ها. نايك ومين، ها. اديداس. جامدين.
في حاجات تانية بقى، في بقى بوما، وفي ابيداس، وفي مش عارف ايه، في حاجات تانية تمام. ولكن هو اي سوق او اي بيزنس هو عباره عن سباق بين حصانين، وفي حصانه تانيين ما حدش باصص لهم. فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله. لو انت عايز بجد ان انت تعمل فلوس كتير قوي 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 قوي، لازم تعمل كاتيجوري خاص بيك، وبعدها هتلاقي واحد هيروح طالع لك كده يقلدك في كل حاجه انت بتعملها، حرفيا في كل الكلام اللي انت بتقوله وفي كل حاجه انت بتنزلها، واي حاجه هيقلدك ويقعد يقول نفس الكلام بتاعك عشان هو عايز يبقى يقلدك. تمام. فده هيبقى الايه، الحصان اللي معاك لحد ما تسبقه وتعمل كاتيجوري جديد. هي كده تمام. وحاجه تانية لازم تبقى عارف ان اي نيجاتيف او اي حاجه سلبيه انت بتعترف بيها، البروسبكت بتاعك او الناس اللي بيتفرجوا عليك هيدوك حاجه قصادها بوزيتيف. ودي اللي انا قلته، اللي هو لو انت قلت ان انت فشلت، الناس هتكافئك على اللي انت قلته لان انت مش كذاب. لو العميل كلمك وقال لك ان انت سعرك غالي وقلت له اه فعلا هو غالي، وبعدها اتكلمت، هو مش هيقفل المكالمه في وشك. فاهمين؟ مع ان هنا في حاجات كتير قوي عايز اقولها على فكره، ولكن انا بحاول اقول اهم 3 حاجات. تمام. اه. هنيجي بقى دلوقتي للجزئيه الخامسه. تمام. اتمنى ان انتوا تبقوا مبسوطين معايا لحد دلوقتي والدنيا تمام. انا شايف ان انا طبعا مش عارف في كام حد موجود، لو حد يعرف يقول لي، لان بجد حاجه حلوه يعني. انا مبسوط ان في ناس، ومبسوط ان مفيش اي مايك اتفتح، دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. ايه ده كنت لسه بقول والله في حد. جامد. ماشي. طيب 332 منورين يا جماعه. اي حد موجود منور. وحابب اكرر تاني ان انا بحب هشام جدا وبحب بدري جدا وبحبكم كلكم. تمام. طيب جزء تاني من الفريلانس عامه عشان تبقوا عارفين، هو ان انتوا يبقى علاقاتكم بالناس التانيين كويسه. لان بدر جاب لي شغل كتير جدا وانا جبت لبدر شغل كتير، وهشام جاب لي شغل وانا جبت لهشام شغل، ودي حاجه تفرحنا كلنا. فلازم تبقوا فاهمين كده، السمعه الكويسه والصحبه الكويسه في الحاجات اللي زي دي مهمه قوي 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 قوي. وهوريكم في الاخر على فكره بروجكت انا وهشام عملناه مع بعض ليه علاقه بال 3 دي وال 2 دي، هيبقى شكله لذيذ قوي يعني. ف... فدي حاجه مهمه. لازم ان انتوا عارفين التربيه، اللي هو التربيه بجد، اللي هو الشخص الذوق المحترم اللي بيعرف يتعامل مع الناس والحاجات دي. الشخص ده الباكج دي لوحدها بتعرف تجيب لك فلوس كتير قوي. تمام. ان انت ما تسرقش الناس، تدي الناس فلوسها، لو اتاخرت تعتذر، الحاجات دي كلها مهمه قوي يعني. طيب الستيب الخامسه والاخيره عشان ما تزهقوش مني، هي السيلز. تمام. اصعب حاجه في الدنيا الكلوزرز. الشخص انا دلوقتي نزلت والناس عرفتني، وواحد حجز معايا ميتنج ودخل كلمني، انا خلاص محتاج اخد الفلوس. اصعب حاجه في الدنيا. طيب أه هقول لكم الحاجات اللي بعملها عشان يعني اقنع الشخص اللي قدامي، ولكن هفهمكم حاجه في السيلز يعني. السيلز والبيزنس عامه، او المرحله دي عامله زي الجيم. تمام. انا كنت في يوم من الايام بروح الجيم وكنت جيماوي على فكره، فده مثال للجيم، ولكن انا دلوقتي مش بروح الجيم. ان شاء الله ارجع، شجعوني. المهم، فلو انا سالتك سؤال قلت لك انت هتخش الجيم وهتلعب تمرينه واحده بس، والمفروض ان انت بعد التمرينه دي تبقى فورمه، عايزك تبقى بيج رامي، هل في حاجه كده؟ مفيش. السيلز كده بالظبط. لو انت فاكر ان انت هتخش سيلز كول او ايا كان وفي مره هتعرف تقفل الديل او هيبقى خبرتك كويسه، فانت مش فاهم حاجه خالص. السيلز حرفيا عباره عن تمرين. انت قاعد عمال تتمرن، قاعد عمال تقول، الناس عمال تقول لك لا 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 لا، ولكن اللا محتاجين نفهم لا ليه. طيب فده اللي انا قلته. فهنيجي هنا بقى، فهنفهم ان السيلز عباره عن اوبستكلز زي لعبه ماريو بالظبط. تمام. اوبستكلز نفس الكلام. مع الوقت من كتر السيلز كولز اللي انا دخلتها والناس اللي انا اتكلمت معاهم، اكتشفت ان نفس الحجج والاعذار. اكتبوا لي ايه بقى الحجج والاعذار اللي بتجيلكوا، وانا هتلاقوني هنا بروح فاتحها لكم الاربعه. اكتبوا في الشات، هفتح لكم الاربعه. هم نفس الاربعه، ممكن يبقى في خمسه، ولكن كلهم هم في الاخر. انت بتبقى قاعد في السيلز كول، انت عارف كويس قوي مع الوقت هو هيقول لك ايه، وبتبقى جاهز. لو ما قالهاش اعرف انه مش هيشتري اصلا. تمام. هروح اتكلم مع شريكي واقول لك السعر عالي، هسال شريكي. حلو. تمام. بمناسبه هسال شريكي، ايه رايكم في دي؟ هل انا كنت عارف؟ هل انا ساحر؟ انا مش ساحر اهو. ايه رايكم؟ تمام. طيب بالنسبه في حد قال هسال زوجتي. طيب ممكن اخد اذن جوزي اهي. تمام. في حد قال تاني السعر عالي اهي. حلو. في حد قال ان انا تقريبا ما اعرفش حد قالها ولا لا، ان انا طب سيبني شويه افكر وارجع لك. تمام. طيب فدول مع الوقت
اللي هو التردد هو ده اللي هو سيبني شويه افكر وارجع لك. دول مع الوقت بتبدا اصلا الكلام ده لما يتقال لك اللي هو والله سهله هتعرف ترد عليه. فانت بتبدا ان انت ترجع للجزئيه الاولانيه خالص، وهي ان انت تفهم البين بتاعه ايه. لازم الشخص ده يحس بالوجع اللي خلاه يكلمك. لو انا دخلت معاك ميتنج في يوم من الايام، اعرف ان انا عايز اتكلم معاك، بس ممكن وانا بتكلم معاك انسى الوجع اللي انا كلمتك عشانه. يعني هنا مثلا السعر غالي جدا، حلو، عندك كذا رد، تمام، حلو، غالي بناء على ايه؟ طيب انت كلمت حد تاني؟ هيقول لك اه كلمت ولقيت فلان بيعمل ده ب 500 دولار. حلو، وانت طالب مني 1000 دولار، تعالوا هنا كده، حلو، ده 500. طيب لو انا دلوقتي احنا الاتنين شغالين ب 500 دولار، هتختار مين فينا؟ هيقول لك هختارك انت بصراحه. هتقول له ليه؟ هيقول لك لان انت شغلك احلى بصراحه، انت بروفيشنال اكتر، انا مرتاح لك، شفت شغلك، مش عارف مين اشتغل معاك، الكلام ده كله. كده هو عمل ايه؟ كده هو قال الاسباب اللي تخليه يشتغل معاك انت مش معاه هو. خلاص هو باع البيع على نفسه. او تروح قايل له انا عارف ان هو غالي، بس البيزنس ده، هسألك سؤال، البيزنس ده مهم بالنسبه لك؟ هيقول لك اه طبعا، لان هو مستحيل يقول لك لا. لان هو لو قال لك لا خلاص انت اقفل، انت اصلا مش خدوا بالكم في حاجات في السيلز برضو لازم تبقوا عارفين ان انتوا ساعتها انتوا اللي تقولوا لا، تمام. فلو قال لك اه طبعا ده مهم بالنسبه لي، قول له عشان كده اي حاجه مهمه بالنسبه لك لازم تدفع لها السعر المهم، او السعر اللي فعلا يستحق، لان احنا هناخد بالنا منك زي ما كذا 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 كذا. طيب ممكن اخد اذن جوزي؟ طب انا هسالك سؤال، هو انت لو جوزك بيحبك هتقول لك اه طبعا، مستحيل تقول لك لا. طيب تفتكري جوزك بيشجعك؟ هتقول لك اه طبعا. طب هو جوزك ممكن يرفض بيزنس انت عايز تبنيه؟ ما هو اكيد عايز يشجعك، اكيد عمره ما يرفض لك طلب، عمره ما يرفض لك طلب. لو رفض لك طلب يعني ده كده ده معناه ان هو مش واثق فيكي، مش عايز يخليك تنجحي. تقول لك اه والله، طب خلاص تمام يلا نقفل الديل، حلو. طيب هسأل شريكي وارجع لك. طيب هنا هو شريكك ده مسؤول عن ايه؟ هيقول لك مسؤول عن واحد اتنين تلاتة اربعة. تبدأ ان انت تتكلم وتديله الانفورميشن. اوعى في اي حاجة من دول تروح قايل له تمام وتروح قافل، لا. بنبدأ ان احنا نتكلم. السيلز عامل زي الرقصة، انت بترقص، قاعدين بنرقص انا وانت، انت بتيجي كده اروح انا جايبك كده، انت بتيجي كده اروح انا جايبك كده، تمام. الحاجات دي بتيجي مع الوقت عشان تعرفوا تقولوا الحاجات دي، لان هي ممكن تبقى صعبه انك تقولها. زي حد لو مثلا بتقول لك هتقول لي انت مالك، لا مش هتقول لك انت مالك، لان هي طالما قالت لك هسال جوزي هي دخلتك خلاص في البيت، تمام. او هو لو قال لك هسال مراتي فهو خلاص دخلك في هو اللي قال لك الحته دي، تمام. طيب طبعا الحاجات دي انا برضو ممكن اقعد عمري كله اقعد اتكلم فيها، لان هي من اكتر الحاجات الممتعه، لان انا جربت حاجات كتيره جدا، ولكن عشان الوقت. في حد كتب لي بيوت اسرار يا بوسي. ماشي. طيب فانا هنا لازم تبقى اكتر بني ادم تشيلنج في الدنيا، لان حرفيا اللعبه بتبدا في الحته دي. هو السيلز هي اللعبه، تمام. هنا دول الكلوزرز يعني. فلازم تلعب على مشاعره، ما تتكلمش في الفلوس، اتكلم عن المشاعر. الفلوس بتبقى بعد ما نتكلم وهو يقتنع، وهو اللي يقول كل الاسباب، وهو اللي يقول كل حاجه هو عايز يقولها، تمام. طيب بمعنى لو انت دلوقتي بنت فراحت تشتري فستان مثلا، فالفستان ده غالي قوي، حلو. اه بس انت متخيله اصحابك هيقولوا لما يشوفوكي لابساه، او مثلا ايا كان، فبتتخيل، فاه طبعا ده احلى فستان في الفرح كله، انا هبقى احلى واحده في المكان كله. فهتلاقي ان في تفكير تاني جالها غير الفلوس. انا دلوقتي عندي اتنين، كنا بنتكلم في الفلوس ده غالي، بعدها رحت انا قايل لها طب انت شايفه الفستان بتاعك ده بذمتك في اي بنت تانية تعرف تلبسه؟ في عمرك شفتي حد يبقى لابسه او مش عارف ايه؟ تقول لك لا، ده اللي هنا ده هيروح نازل كده هننساه خالص الفلوس. تصدق اه والله العظيم اتفضل خد فلوسي، تمام. هو ده السيلز بالظبط. طيب سيف انا كلمت 10 عملاء وال10 رفضوا، فهروح انا قايل لك المشكله فيك انت، ارجع ورا تاني، انت ايه اللي جابك هنا؟ لو فاكرين هنرجع هنا في الحته دي، تمام. طيب ف والجزئيه دي مش بيبقى قصدي، خدوا بالكم يا جماعه، انا بس ببقى طريقتي في الكلام كده، انا مش قصدي لو مشكله فيك انت، انا بكلم نفسي كده، فاهمين؟ انا قلت لكم الرود ماب دي بتاعتي انا،
تمام؟ فانا بكلمكم كاخواتي يعني. فالمهم، فالسيلز لازم تبقى فاهم كويس قوي ان كل مكالمه انت بتخشها لازم تبقى عارف لو انت كلمت 10 وقلت لل 10 $200 وال10 قالوا لا، يبقى في مشكله. في مشكله يا اما في شغلك يا اما في سعرك. هل ده معناه ان سعرك عالي؟ لا يا باشا، انت ممكن شغلك يبقى حلو جدا وسعرك قليل جدا. دي حقيقيه عشان تبقوا عارفين، فيشكوا فيك اصلا. تمام؟ فدي زي ما قلت لكم لعبه تمرين يعني. طيب تعالوا بقى نيجي هنا. احنا كده خلاص عامه قربنا خلاص، ولكن هنا في السيلز انا بالنسبه لي السيلز هو الاكسجين. كل ما يبقى معايا اكسجين اكتر كل ما اقدر اعوم اكتر واستمتع بشكل البحر واستمتع بشكل الشعاب المرجانيه واستمتع بكل الحاجات دي. تمام؟ وده اللي انتوا اكيد عارفينه كاي حد بيفكر في الفريلانس. لو انت دخلت في الشهر ده 10000 جنيه هتبقى مرتاح اكتر لو دخلت 20000 جنيه، واكتر لو دخلت 30، واكتر لو دخلت 50. هتعرف تفكر اكتر. فعشان كده ده بالنسبه لنا هو الاكسجين. لازم نشوف ازاي نعمل سيلز اكتر. تمام؟ حلو. هنيجي هنا بقى كده. خلاص احنا قربنا. ايه يا عم السهم انت؟ نيجي هنا كده ونرجع تاني للسؤال، هو انت عايز كام صحيح؟ اول سؤال خالص فاكرينه؟ طيب انا عايز $1000. ماشي، يلا بينا بقى. هنبدا دلوقتي نقسمها ونفهم الفلوس بتتجاب ازاي. زمان لما كنت بتفرج على فيديوهات واحد مالتي مليونير مثلا يروح قايل الفلوس عباره عن لعبه ارقام، بتعصب بقى، همسك الموبايل واروح هروح كسره كده على طول. ما تقوليش كده، ولكن مع الوقت اكتشفت ان هو دي حقيقه، فانا هقول لكم ده وانتوا عادي جدا ممكن تتعصبوا، ولكن دي حقيقه. تمام؟ $1000 حرفيا اي رقم انت عايز تدخله في الشهر لو ما عملتش اللي انا بعمله دلوقتي ده بنسبه كبيره ممكن ما تدخلش الفلوس، لان انت محتاج ان انت تعرف انت المفروض تعمل ايه. يا اما انت محتاج 2 عملاء ب $500، يا اما محتاج واحد بس ب $1000، يا اما محتاج 10 ب $100. الثلاثه ابروتش دول مختلفين تماما عن بعض، تماما عن بعض. ده ليه طريقه وده ليه طريقه وده ليه طريقه تانية وثالثه خالص. فدي مهمه جدا بالنسبه لك انت تبقى عارفها. وده نوع كلاينت هاي بادجت ليفل عالي، ده نوع كلاينت لو بادجت ولكن 10 فتايم اكتر وقت اكتر. فانت محتاج تعرف انت بتعمل ايه. فالكوانتيتي فيرسس الكواليتي في الحاجات دي مهمه جدا، انت تبقى عارف مين فين انت بتعمل ايه. تمام؟ طيب دي هبقول لكم عليها في الاخر، مش دلوقتي خالص يعني، مش دلوقتي. دي كده الرود ماب بتاعتي. اتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا فيها. ده الجزء الاولاني من اللايف. هل انتوا تعبتوا؟ احنا كده بقالنا ساعه بنشرحها. هل انتوا تعبتوا؟ انا كان ممكن اشرح فيها اكتر. وعامه هشام بيسجل اللايف ده، المفروض ان هو ينزله. انا كنت المفروض اسجل بس سجلت من النص للاسف يعني. انتوا تمام مبسوطين؟ تمام؟ حلو. انا مبسوط جدا معاكم على فكره. طيب خلاص يعني احنا كده اتكلمنا في البيزنس، في الحته اللي انا بحبها جدا. دي اكتر حاجه انا بحبها. اي مكان بروحه، اي حاجه بدفعها في حياتي بقعد افكر نفس التفكير ده. ليه الراجل ده اخد مني فلوس؟ ليه انا بعمل كده؟ ليه انا كلمت هشام في يوم من الايام عشان شغلانه معينه وهوريكم الشغلانه؟ ليه انا وبدر بنباصي شغل البعض؟ الحاجات دي لما بتحصل ما بتحصلش كده، بيبقى ليها سبب. سبب اخلاقي، سبب له علاقه بالبيزنس، سبب له علاقه بالكوميونيكيشن بتاعنا. في حاجات كتيره جدا لو انت ماشي في الدنيا دي كده صدقني هتبقى كده، هتبقى ولا حاجه. فده انا كنت كده في يوم من الايام ما كنتش قادر احلل. بعدها لقيت ان سبحان الله ربنا مدينا مخ، وده يمكن يعني حاجه احنا مهما عشنا في حياتنا مش هنفهم ايه اللي جوه هنا، وكده كده مش هنفهم ايه اللي جوه هنا، ولكن احنا كلنا اذكياء قوي قوي قوي. والموضوع كله بيرجع للهيومن سايكولوجي 100% في البيع وفي الحاجات دي. الجزء الاولاني. الجزء الثاني هو ان انت لو عرفت في اي حاجه ان انت لما تبيع حاجه لحد، انا مثلا لما ببيع الكورس، لما ببيع ال 3 دي انيميشنز بتاعتي، لما بعمل عقد مع شركه ايا كان، لو قدرت ان يبقى فيه كاستمر ساتسفاكشن، ان الشخص اللي قدامي ده بعد ما يدفع الفلوس دي يبقى مبسوط، اهلا بيك، انت خلاص كسبت. خلاص هي دي اللعبه. لازم تبقى فاهم كده كويس قوي. ابسط حاجه ممكن تعملوها احنا بنعملها دايما بعد ما نقفل ديل مع كلاينت ويبقى مبسوط ويشكر فينا، استاذنك ابعت لي رقم 3 من صحابك عندهم بيزنس ممكن يبقوا مهتمين بالخدمه بتاعتنا، واروح عامل سكرين شوت للجوجل ميت بتاعنا وهو، واروح باعت للناس دول السكرين شوت دي واقول لهم ده محمود او بدر صاحبكم، انا اشتغلت معاه في كذا كذا كذا،
وقال لنا ان انتوا ممكن تبقوا مهتمين. بمجرد ما اعمل كده مبدئيا، لما انا ابعت لك حد صاحبي، ده معناه ان هو في نفس الطبقه الاجتماعيه بتاعتي، يعني لو هو ده دفع 1000 دولار ده هيقدر يدفع 1000 دولار. ثانيا لما يشوف ان انت وهو كنتوا في نفس الزوم كول او الميتنج هيقدر ان هو يثق فيك، صح؟ فدي السيلز بتبدا تبقى لعبه ارقام هنا، ان انت تبدا بقى تفهم ايه اللي انا اقدر اعمله عشان نقدر ان احنا نجيب فلوس اكتر. ولكن اهم حاجه ان انت ما تضحكش على الناس، زي ما قلتها الحته اللي بالاصفر دي، بعد اذنك ما تضحكش على حد. لو انت لسه بتتعلم يبقى انت لسه بتتعلم، لو انت كبرت ما ينفعش تبقى انت لسه صغير في تفكيرك، لازم تبقى كبير. كل دي حاجات مهمه جدا. فدي الرود ماب بتاعتي، وكل شويه بقعد احاول ان انا اكبرها واكبرها. ده اللي انا هقوله هنا، ويلا بينا نخش في الجزئيه اللي بعدها. اديكوا دقيقه. اطلع يا هشام لو عايز تقول اي حاجه بقى، افتح المايك لو عايز تقول اي حاجه. اخد نفسي بس. والله منورين بجد، وشكرا يا هشام بجد على الفرصة دي يعني بجد. تسلم لي يا اتش. حبيبي بدر، بدر يا جماعة، بدر حبيبي قوي 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 يعني. و- كتبت لهم كومنت اللي هو لو حد فتح المايك هفجر الدنيا. فشكرا يا اتش، وشكرا يا شباب والله ان انتوا كلكم موجودين، واتمنى ان انتوا لسه مستمتعين. هخش دلوقتي بقى تكنيكال في بلندر شوية، تمام؟ ف انا طبعا يعني ما اعرفش بقى انتوا ايه مستواكم في بلندر. هحاول ان انا الموضوع يبقى يعني من الصفر شويه اكتر شويه، وهفتح لكم بروجكت وهتكلم في البروجكت، تمام؟ ممكن ناس تبقى صفر خالص، ممكن ناس تبقى نص نص الكلام ده كله. ف خليني كده اتكلم الاول على بلندر وانا دخلت ازاي فيه والكلام ده كله يعني، سريعا كده يعني عشان ما تملوش. ببساطه شديده انا دخلت في بلندر من 5 سنين بالصدفه، وانا بقلب على اليوتيوب لقيت فيديو لكوره بتخبط في حاجه، فالحاجات دي بتقع سيميوليشن، وكنت في الجامعه ساعتها. ف... فاتفرجت على الفيديو ده وعجبني المجال. مبدئيا بدات بجهاز ما فيهوش اي حاجه، الجهاز كان بيطلع تراب لان انا ما كنتش فاهم. فاي حد عايز يبدا يقدر يبدا عادي جدا، مع الوقت بتبدا سبحان الله ان ربنا بيسهل لك الامور عشان انت بتتعلم. فدي حاجه مهمه جدا، ما تخليش اي حاجه تعطلك. حتى ان شاء الله لو انت ما عندكش جهاز، والله ان انت تبقى قاعد بتتفرج على اليوتيوب بتتعلم من الموبايل. في يوم من الايام كنت بعمل كده برضو. فدي كانت بدايتي. وقعدت اول سنتين، انا بقالي 5 سنين تقريبا. قعدت اول سنتين برزع، حرفيا برزع الكيبورد، ماسك الكيبورد عمال ارزع عليه. وبعدها ال3 سنين التانيين او سنتين تانيين اخدت الموضوع بجديه، اللي هو الحته بتاعت البيزنس والشركه والفريلانس، وازاي الفريلانس خليته شركه والكلام ده كله يعني، تمام؟ طبعا ال 3 دي مجال واسع قوي 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 قوي. من اول البرودكت انيميشن اللي انا بعمله، اللي هو حد عنده منتج زي الايربودز دي او ايا كان عايز يعمل لها اعلان، لحد حد بيعمل انفايرمنتس، حد بيعمل 3 دي برينتنج، حد بيعمل حاجه معينه عشان ال 2 دي، زي ما بدر كان بيشرح في اللايف بتاعه اللي فات، وهشام هوريكم حاجه انا وهشام عملناها ليها علاقه جدا باللي انا بقوله ده. ففي تخصصات كتير قوي. من الذكاء ان انت تبقى لو انت داخل عشان الفلوس او عشان البيزنس، ان انت تفتكر اول حاجه انا قلتها هنا، ان اي ماركت انا هخشه عشان اعمل فلوس. لان انا كبزنس مان انا تفكيري في الاول وفي الاخر انا راجل بتكلم في الفلوس. فان انا اتاكد ان الناس اللي موجوده في المجال ده في ال 3 دي معاهم فلوس، سهل ان انا اوصل لهم. الماركت ده بيكبر وعندهم وجع، انا الطبيب بتاعه، تمام؟ فده كان البرودكت انيميشن بالنسبه لي. هل انا كنت بالذكاء الكافي ان انا دخلت وعندي الخطه دي؟ لا طبعا، ولكن سبحان الله ربنا هو اللي كرمني ودخلت، وبعدها فهمت اللي حصل، تمام؟ طيب البرودكت انيميشن ببساطه شديده عشان تبقوا فاهمين هو سوق. السوق ده دي شركات عندها منتجات عايزين يعملوا اعلانات. فال 3 دي لما ظهر ببساطه شديده ان الناس دي عشان يبداوا القصه بتاعتهم خالص من الصفر تماما، بيعملوا ايه؟ بيعملوا خلوني كده هنا. ده مثال مثلا، دي شركه، تمام؟ بيبداوا اول حاجه انهم بيعملوا الويب سايت، فتح كلام، فعايزين يحطوا صور في الويب سايت.
زي دي كده، عايزين يبداوا يبيعوا فلازم صور المنتج تبقى كويسه، واخيرا عايزين يعملوا اعلان عشان يحطوه على تيك توك وانستجرام عشان الناس تدخل ايميلاتها ويبقى عندهم ايميل ليست فيعرفوا يبيعوا بعد كده. ثانيه واحده كده يا شباب. تمام. فالجزء الحلو في الجزئيه دي هو ان انا فاهم الناس دي عايزه ايه، هم مش عايزين كده وخلاص، هم عايزين حاجات معينه لاسباب معينه. طيب ليه يا سيف ما يصوروش؟ لان التصوير ما بيطلعش الكواليتي الحلوه. تمام، ده تصوير وده 3D. تمام، خلوني كده افتح لكم، ده تصوير وده 3D. حلو، ده شغلنا احنا. تمام، وده تصوير. وللاسف الشديد لو انت سرشت على النت هتلاقي ان التصوير بطبيعه الامر او بشكل ما اغلى من ال 3D. فهتلاقي مثلا ان الكلاينت ده هيصور 20 صوره مثلا ب 800 دولار لنفس المنتج. تمام، فهنا بتبدا انت تلعب، انت صايع. اي بيزنس في الدنيا بيتفتح، للاسف لعبه البيزنس هو حد بياخد مكان حد. البيزنس لعبه شريره قوي يعني. هو ببساطه ان انا هاخد مكانك وهاخد فلوسك. تمام، فده اللي بيحصل، ده اللي احنا بدانا ان احنا نعمله، ان احنا هنخش على الشركه دي، احنا هنعمل لهم من اول الصور لحد الانيميشنز لحد كل حاجه، وده اللي انا بعمله. تمام، خلوني كده اشوف الشات. بالظبط، وفي ناس بيزودوا محسن والشباب كلهم بيقولوا ان التصوير بيحتاج معدات. الناس دول عشان يصوروا، عشان تبقوا عارفين الشوت دي بيجيبوا بقى، يجوا ولازم المنتج يبقى عندهم ويبقى فيه بصمات. احنا في ال 3 دي الموضوع اسهل بكتير، فانت بتشيل البين الوجع بتاع الشركه ان هم يودوا المنتج وان يبقى عليه بصمات والمشاكل دي كلها، انك تقول له يا باشا تعالى انا هدلعك، مالكش دعوه باي حاجه، بعد اذنك شوف مشاكل تانية انا حليت لك المشكله دي خلاص. تمام، ف هنا انا فاتح لكم شويه شغل لينا، هفرجكم على حاجات للناس اللي ما تعرفش الشغل بتاعنا يعني في ال 3 دي انيميشن. ممكن يبقى حد عارف شغلي ممكن لا، فهفرجكم على كام حاجه كده، اتمنى ان هي تبقى حلوه. اخر حاجه هتبقى الشغل اللي انا عملته انا وهشام، فاتفرجوا على ده كده مثلا. ده اعلان مثلا، هدف الكلاينت ده في الاول وفي الاخر هو عايز حاجه ينزلها على النت الناس تحبها، فيخشوا يدخلوا الايميل بتاعهم فيبقى عنده ايميل ليست يعرف يبيع لهم بعد كده. تمام، ده اعلان. طيب اعلان تاني. كنا بداية من مكان الكلمة وكسرنا حاجز الوقت وتخطينا كل الحدود. جنة الفخامة المصنوعة بلمسة من الخيال، وعيش التجربة الملكية وكأنك في حكاية ما تنتهي. ركز في التفاصيل وعيش الكلاسيكية، لأننا رفيقك في كل اللحظات. فن يونخ شوكليت يصنع لك اللحظات. تمام، حلو. عايزين تشوفوا تاني ولا خلاص؟ تمام، اوريكم تاني. ماشي، ده واحد تاني، ده اعلان للشركه اللي انا فاتحها دي، اللي هي اللي انا كنت فاتح الويب سايت بتاعها. تمام، طيب كل الشغل اللي انتوا شايفينه ده طبعا يا شباب ده ببلندر عادي جدا، برنامج بلندر. ده برضو واحد من حلو. طيب ده بالنسبه لل 3 دي انيميشن. طبعا المجال ده اسمه ايه؟ ده برودكت انيميشن، ده 3 دي برودكت انيميشن. احنا بنعمل منتجات بنعمل لها انيميشن. حلو. طيب بالنسبه بقى اللي انا وهشام عملنا ايه، بس عشان ابقى احاول ان انا اربط الموضوع بال 2 دي شويه، لان انا عارف ان ممكن يبقى معظم الناس اللي هنا شويه 2 دي او كده.
فببساطه شديده عندنا كلاينت، الكلاينت ده عنده ازايز ميه عايز يطلع لها صور بشكل ما، فاحنا عملنا ازايز الميه تمام حلو، ودي صور وايت باك جراوند. الراجل ده اديت لهشام الصوره دي تمام، وقلت له هشام الراجل ده عنده تريلا، التريلا دي بتنقل الميه من حته لحته، فالراجل ده والتريلا ماشيه عايز يبقى فيه صوره بانر بره التريلا شكلها جامد قوي. امسك يا هشام الصوره دي ووريني بقى انت ال2 دي هتقدر تعمل ايه. طبعا هشام عشان راجل جامد بسم الله ما شاء الله عليه راح مطلع لنا الشكل ده. فدي بقت تريلا موجوده بتمشي في الشارع، والتريلا دي الناس طبعا لما تيجي الاتنشن بقى اللي هو اللمض اللي بتتعلق عشان الناس وهي ماشيه سايقه العربيه تروح باصه يمين فتعرف اسم البراند، فطبيعي لو انت شفت دي في الشارع هتروح باصص على كلمه شهد. فهو ده اللي احنا بنعمله، الفلوس بتيجي هنا، الناس دي بتدفع فلوس هنا تمام. فعاش يا هشام تسلم ايدك. فطبعا انتوا بقى فاهمين بقى الجزئيه اكتر اللي هي بقى بتاخد ايه وتربط ازاي ال2 دي والكلام ده كله يعني. ف ايه بقى ال3 دي او احنا بنعمل ايه؟ فهفتح لكم بقى فايل دلوقتي وهحاول على قد ما اقدر ان انا اشرح الموضوع ببساطه شديده وان الدنيا تبقى بسيطه وما معقدش الموضوع. والفايل اللي هفتحه هو الفايل ده. حلو، ده اللي احنا هنفتحه دلوقتي وهنشرحه ونشرح ايه ما هذا وازاي الحاجات دي بتتعمل. هيا بنا. طبعا في اسئله انا هحاول في الاخر ان انا ابص على الاسئله دي يعني ونحاول نرد على حبه منهم. انتوا اهم حاجه موضوع ان انا افتح فايل بلندر ده واوريكم من جوه تمام، ولا الموضوع ممكن يبقى صعب لو انتوا ما تعرفوش حاجه خالص فيه رخم او حاجه؟ تمام 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 جدا تمام جدا جامد ماشي. شكله يخض لا 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 ده بلندر من اكتر مبدئيا يا جماعه الحوار ده سهل جدا عادي قوي ما فيهوش اي حاجه يعني، الموضوع لذيذ وهبسط لكم الموضوع دلوقتي يعني. طيب مبدئيا كده الاختلاف ما بين ال2 دي وال3 دي ببساطه شديده هو لو انا جيت هنا حطيت كيوب، جبنا الكيوب ده هنا كده تمام، ده كده 2 دي، ده اللي انتوا متعودين عليه تمام. الناس اللي هم المانيبيوليترز مش عارف الاسم قوي يعني، ولكن اللي شغالين على فوتوشوب الستريتور الكلام ده انتوا متعودين على كده. انتوا عندكم محورين، عندكم اكس مثلا وواي كده. طيب احنا في ال3 دي بنعمل ايه؟ احنا بنروح عاملين كده، بنشوف كل حاجه من كل حته، فضيحه فضيحه تمام. طيب ف دي بتبقى اول عقبه انت بتشوفها لو انت بتنقل، ان انت بتبدا بقى تتزاول اللي هو يعني ايه يا جماعه مين فين، وبتقعدوا تعملوا كده. فده عادي جدا، دي متعه بتاعت الموضوع في الاول ان انت تبقى اللي هو يا الله وتقعد تعمل كده، فده عادي جدا. الموضوع ببساطه ان احنا بنرجع اطفال تاني. فاكرين اللعب اللي هي الليجو؟ فاكرينها واحنا صغيرين واحنا بنلعبها، او لو انت عندك ابنك اختك الصغيره اخوك متجوز عنده ابن ايا كان طفل مهم بيلعب ليجو عمال يركب ويعمل اشكال، ده احنا اهلا بيكم. ف الفكره كلها دلوقتي ان احنا اول حاجه بنبدا بالموديلنج تمام. موديلنج ببساطه شديده هو ان احنا بنعمل الشكل بتاع المكان بتاعنا. طبعا البروسيس بتاعت الافكار والحاجات دي كلها هي بالظبط اللي انتوا بتمشوا عليها، ان انتوا بتخشوا على بنترست وبتعملوا تغذيه بصريه وبتعملوا الكلام الجميل ده كله، هو اكزاكتلي بالظبط اللي احنا بنعمله، مفيش اي اختلاف تمام. طيب بنبدا ان احنا نعمل المكان بتاعنا، هنبدا نعمل مثلا الارضيه، فبندوس مثلا شيفت ايه ونحط ارضيه، بنكبر الارضيه دي شويه مثلا. عايزين نعمل الجنب ده بتاعت الارضيه، ففي حاجات معينه موديلنج تولز لو احنا مسكنا الايدج دي ودوسنا اي تروح مطلعها كده لفوق. فبتبدا ان انت بعد ما بتفهم وبتتعلم البرنامج، انا مش هشرح قوي الحاجات دي دلوقتي، ما بتبدا وتفهم ان انت تتعلم البرنامج تعرف تعمل الحاجات دي الاشكال دي تمام. طيب حاجه مهمه جدا لاي حد هيبدا يتعلم 3 دي او حد هيدخل فيه اوريدي او واقف في حاجه دي انا كنت فيها يعني في يوم من الايام وانا قاعد شغال. انا عمري ما هنسى دي. عارفين لما حد يحكي لكم قصه وانتوا تبقوا سامعين اللي هو انت مش قادر تتخيل اللي هو بيقوله ازاي، ده حقيقه. هقول لكم قصه زي دي. كنت في يوم من الايام قاعد، عمري ما هنسى المكتب كان في مكان تاني غير المكتب ده، وكنت كل يوم وانا قاعد دماغي فيها دوشه اكني سامع ناس كتير بتزعق جوه دماغي. ده لان انا كنت قاعد عمال احاول اعمل حاجه ومش قادر، انا هتجنن في حاجه تمام. طيب كان ايه اللي في بالي؟ كان اللي في بالي دايما ان اي مشهد حلو، ده مشهد حلو معناه ان هو في حاجات انا مش هعرف اعملها. انا كنت رابط الموضوع كده ان اي حاجه جامده انا مش هقدر اعملها.
فدي كانت حاجه مضايقاني جدا لحد ما اكتشفت ان معظم الحاجات الجامده ومعظم الناس الاذكياء هم الناس اللي بيعرفوا يعملوا حاجه جامده جدا باقل امكانيات. واوريكم مثال تاني غير ده، فكروني، قولوا لي عود، قولوا لي كده بس في الكومنتس، قولوا لي سيف عود. تمام. فبعد ما اخلص فاكتشفت ان انا ممكن اعمل اشكال حلوه قوي 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 تجذب الانتباه بحاجات بسيطه قوي. فبدات ان انا اعمل كده، لقيت ان الدنيا جميله. طيب بمعنى ان كل الاشكال اللي في الاعلان ده اشكال بنقول عليها البيزك شيبس، او الحاجات التافهه عامه، اللي هي مثلا سلندر مكعب عادي جدا، وهروح هنجيبه هنا كده، وهنروح مفعصينه، هنقول ان احنا مفعصينه، وهنعمل له سكيل كده. تمام. وشويه حاجات هعملها، وبعدها اروح اعمل له حاجه اسمها بيفل ده عشان يبقى في التنعيمه دي. اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا. ايه سيف اوت ده؟ وازاي ده؟ ايه المزاوله ده يا جماعه؟ هو في حد حاطط صورتي وكاتب الاسم وبتاع؟ ايه المزاوله دي؟ لا ده لا، يا نهار ابيض، انا اتزاولت والله. اللي عامل كده اتمنى ان هو يشيل الموضوع ده عشان يشيله يعني. المهم، فبنعمل شويه حاجات عشان يبقى الشكل بتاعنا عامل كده. تمام. فلا اللي عامل كده يغيرها بس لو سمحت. تمام. انا عارف انه ممكن يبقى بيهزر او حاجه، بس انا اتزاولت، فبعد اذنك، بعد اذنك او هشام او ايا كان يشيل الحوار ده عشان ما تزاولش. فالمهم احنا بنبدا ان احنا نعمل الاشكال دي. تمام. ونطلع لاي اوت ان احنا نبدا ان احنا نحط المكان بتاعنا. نبدا بقى ان احنا نعمل زي الاطفال اللي هو الليجوز، ان احنا نحط المكان بتاعنا ونوزع الحاجات دي، كوره مش عارف ايه الكلام ده كله. في ال 3 دي هنا في حاجه اللي هي عينك. تمام. عينك في ال 3 دي اللي هي الكاميرا. تمام. شايفين الكاميرا دي؟ لو انا دوست شيفت ايه هنا وحطيت كاميرا، هينزل لي الكاميرا دي. الكاميرا دي لو انا حركتها، بصوا على الشمال، دي عينك، ده اللي انتوا بتشوفوه. ف ده كده ال 3 دي. بنبدا بقى ان احنا نعمل الجزئيه اللي هي بتاعه الانيميشن. طيب انا برضو مش عايز اصعب الموضوع والحاجات دي عشان ما تتزاولوش، ولكن الانيميشن هي ببساطه، لو انتوا عارفين اللعبه بتاعت زمان اللي هي الكتاب اللي كنا بنبرومه كده فيروح عامل انيميشن، هو ده الانيميشن. تمام. بنقول له ان انت مثلا في اول فريم هنا واروح دايس اي مثلا، وفي الفريم الاخير انت هتيجي هنا واروح دايس اي يعني بثبت اداء اللي هو اثبت مكانك ماشي. ولو دوست بلاي هتلاقي الكاميرا بتاعتي بتتحرك من هنا لهنا. هو ده الانيميشن. تمام. طيب هدوس في التفاصيل الصعبه، بس انا بس بحاول ابسط الموضوع على الناس الاول. طيب فده كده البروسيس بتاعه الانيميشن. طبعا اي حاجه اعقد من كده موجوده، بس انا مش عايز اصعب الدنيا على الشباب دلوقتي يعني. المهم لما بتيجي بقى تعمل الانيميشن والكلام ده كله، بيجي المرحله الصعبه جدا، وهي او مرحلتين اللي هم الماتيريالز واللايتنج. دول بينقلوا المشهد بتاعك في حته تانية. طيب الماتيريالز هي ايه؟ هي الالوان ببساطه شديده عشان ما اعقدش الموضوع تاني. طيب الالوان دي تخيلها في ال2 دي في الفوتوشوب في ايا كان، ان دي الالوان اللي انت بتحطها ايا كان بتقول عليها تكتشر انا مش عارف، ولكن دي الالوان يعني. فبتمسك كل اوبجكت منهم وتيجي هنا كده في دي اسمها ماتيريال، وتحط ماتيريال مثلا ده. فلو انا جيت دلوقتي فتحت الريندر ده هو الخلاط. لو انت في يوم من الايام عايز تعمل عصير، فانت هتحط موز وهتحط شوفان وهتحط عسل وهتحط سكر. ده عندنا هنا في بلندر اللي هو، فانت عشان تطلع الفيديو اللي انتوا شايفينه بنعمل الموديلنج، بنعمل الانيميشن، بنعمل اللايتنج، بنعمل مش عارف ايه، وبعدها بندوس ريندر عشان يروح حاطط لنا الخلاط ده. فلو انا دوست هنا اللي هو عشان الخلاط، هتلاقي ان المشهد بتاعنا بقى موجود. حلو. طيب الالوان دي مين؟ هي دي. حلو. الالوان دي ببساطه شديده، ده انتوا اكيد كلكم عارفينه، الشباب اللي هم بتوع الفوتوشوب والالستريتور والكلام ده. لو انا غيرت اللون هتلاقي المكان او الالوان بتتغير عادي جدا معايا. وطبعا انت وشطارتك وعينك قد ايه بتشوف الحاجه حلوه، وقد ايه بتقدر ان انت تطلع تفاصيل او احلى او حاجات شكلها احلى يعني. طبعا اي حاجه بقولها بيبقى فيها تعمق اكتر وازاي تبقى اجمد وكده، ولكن انا بحاول ابسط لكم الامور يعني. حلو. بعد ما بتعمل ده، الطبيعي ان المشهد بتاعك بيبقى عامل كده، ضلمه، الدنيا ضلمه. والدنيا ضلمه معناها ان مفيش نور. والله هخش في حاجات كومبليكيتد اكتر، تشيل بليز. المهم، ف ده معناها ان الدنيا اكتر، الدنيا قصدي اكتر، الدنيا ضلمه.
فعشان ننور بنحط ايه؟ نور. طيب في حاجه فرقت معايا جدا في ال 3 دي، ودي انا يعني دي اللي عملت الشيفت بتاعي. ال 3 دي هو عباره عن تمثيل للواقع بتاعنا. بمعنى لو انت بتعمل في ال 3 دي، لو انتوا حد فيكم بدا يتعلم او هيخش او كده، الجمله اللي هقولها دي اقسم بالله هتريحكم عمركم كله. لو انت بتعمل مشهد اكستيريور، مشهد خارجي، اي مكان في الدنيا سبحان الله خارجي بينور بايه؟ ممكن تقولوا لي بعد اذنكم بينور ازاي؟ اي مكان خارجي قولوا لي في الكومنتس عشان ما احسش انها هتشل، عشان ما اموتش. نور ربنا بالظبط، الشمس. حلو. ففي ال 3 دي اي حاجه احنا عايزين نعملها هي موجوده. فهنلاقي هنا كده حاجه اسمها سكاي تكتشر، شمس. فهنا انا كنت عامل النور ده. لو جينا نخرج بره كده هنلاقي ان دي اهي الشمس بتاعتنا. طيب الشمس سبحان الله بتعمل ايه يا شباب؟ الشمس بتلف وغروب وشروق والكلام ده. طيب فهنا في ال 3 دي هنلاقي ان هنا sun elevation. هتلاقي ان بصوا اللي بيحصل هنا، شايفين الشمس هي الغروب الدنيا خلاص، الدنيا هتليل لحد ما الدنيا هنلاقيها ايه؟ بتضلم. خلاص ناموا بقى بعد اذنكم، هننام دلوقتي. وبعدها الديك بيدن كوكو، وبعدها ايه؟ نروح طالعين تاني. فهو ال 3 دي هو كده. وان انت تقدر تخلي الشمس تلف في الاتجاهات كلها. طيب اللي بيخلي حد شغله حلو واللي بيخلي حد شغله وحش في ال 3 دي اللي انا اكتشفتها بعد وقت كتير، لان انا كنت واحد شغلي وحش جدا في يوم من الايام، وستيل لسه شغلي وحش. هو ان الناس دي كانت بتيجي عندنا هنا في ال 3 دي في انواع اضاءات، في بوينت لايت، سان لايت، سبوت، مش عارف ايه. فيجي في حاجه زي كده يروح حاطط اريا لايت هنا كده، ويروح منور النور ده، ويقعد يعلي ويقعد يعلي ويقعد يعلي، يقعد يبرو يكتب بقى ارقام كده. ايه القرف ده؟ يقعد ايه حاجات بقى ما تفهمش هو بيعمل ايه. ده لان انت بتنور انت بتعمل ايه؟ ما هو في حاجه غلط، فاهم؟ فهو ده المشكله كلها. فانت محتاج وانت شغال انت بتعمل ايه. فبدات اعيش حياتي كلها في اي مكان انا ماشي فيه، ابدا ابص حواليا. الاوضه اللي انا قاعد فيها دلوقتي بقيت اتجنن، بقيت قاعد كده والله دي منوره عندي، ورا هنا في حاجه وفوق في حاجه ومش عارف ايه. فلو انا هعمل اوضه زي دي لازم ابقى عارف ان هي منوره بالاضاءه دي. فهو ده الاضاءه بالظبط، ده اللي احنا بنعمله. فالاضاءه لعبه معظم الناس بتقع فيها. الاضاءه هي الفاترينا بتاعتك. عارف لما يبقى عندك جزمه حلوه جدا ولكن انت حاططها في فاترينا وحشه، فما حدش هيبص. فهي دي الجزئيه بتاعت الاضاءه. تمام. معظم الاضاءات بتاعتي بعملها بالسكاي تكتشر لو هي مشهد اكستيرير يعني بالشكل ده. تمام. وطبعا في ال 3 دي نفس النظام بتاع الفوتوشوب، ان انت تقعد تغير الاضاءه وتشوف ايه الاحلى. نفس الكلام بتاع الكومبوزيشن، في الاول وفي الاخر هو صوره، نفس ال 2 دي بالظبط. حلو. هو الصوت راح ولا ايه؟ تمام ماشي شغال قشطه. فده كده بالنسبه للاضاءه بتاعتي. طيب خلونا بقى نبص كده على الانيميشن. وفي حاجه انا عارف ان الناس هتبقى عايزه تعرفها احنا عملناها ازاي. هنا ايه الحاجه اللي انتوا عايزين تعرفوها؟ هنا هشغل الفيديو وانتوا قولوا ايه الحاجه اللي انتوا عايزين تعرفوها. تمام. انا عارف ايه هي بس انتوا هتكتبوها يعني. عايزين تعرفوا ايه؟ الترانزيشن. حلو بالظبط. في ال 3 دي في حاجه، خلوني كده. ودي حاجه انتوا الناس الشباب اللي في ال 2 دي هيبقوا فاهمينها قوي. لا مش هنا ولا هنا. طيب مبدئيا ايه اللي حصل ده بقى، او ايه الكلام ده؟ دي حاجه، خلوني كده افتح الريندر. دي حاجه هنا اهي بتروح طالعه، وبيحصل حاجه بقى. ايه اللي بيحصل؟ اكيد انتوا في ال 2 دي عارفين الماسكينج او الالفا ماب او الحاجات دي كلها، عارفين الهولد اوت او الحاجات دي. فانا ماسك الحته دي كده وقايل له الماتيريال بتاعت ده، الماتيريالز اللي هي الالوان، في ماتيريال اسمها هولد اوت. فانا بقول له هولد اوت الحته دي. فوقت الريندر، بعد ما اعمل ريندر واحط ده في اي برنامج بتاع مونتاج، واحط صوره فوقيها، انتوا بقى فاهمين اللايرز والكلام ده، واحط صوره فوقيها، انتوا هتعرفوا على طول ان الصوره دي هتتحط وراها، لان دي الفا تشانل او ترانسبيرنت او ماسكينج او ايا كان، او حماده او وودي او سيف، ايا كان سموها زي ما تسموها. فهي دي الجزئيه. فاحنا بنبدا بقى ان احنا نقعد بقى نلعب في الانيميشن بتاعنا بقى، ونقعد نعمل الحاجات دي كلها والبروسيس دي كلها. ف ده كده بالنسبه للبروجكت ده. طبعا في تفاصيل اكتر، ولكن البروجكت ده عشان تبقوا عارفين يعني سهل في الاول وفي الاخر. انا واثق ان اي حد يعرف يعمله. انا عايز اوريكم حاجه
او مش دلوقتي، في الاخر خلوني اوريكم حاجات في الديسكورد بتاعي اللي هو بتاع الكورس، عشان اوريكم الناس بتعمل ايه او بتطلع ايه، او يعني في ناس بتعرف خلاص تطلع نفس الشغل ده بالظبط، لان هم خلاص بيفهموا ان الموضوع سهل. طيب بالنسبه للعود، خلوني اوريكم العود. هوريكم اللقطه دي ممكن اي حد يبص لها يقول لا انت كده كريزي، دي ما تتعملش على بلندر. طيب ايه هو بقى؟ خلوني اوريكم. طيب انا مش عايز اوري الاعلان كله بصراحه لان هو لسه يعني. انتوا شايفين ولا انا ايه؟ انتوا شايفين صح؟ طيب شايفين ده صح؟ بصوا على العود واللي بيحصل فيه. شايفين اللي بيحصل فيه؟ العود بيولع. شايفين؟ طيب اي حد هيبص على اللقطه دي بنسبه كبيره هيقول ان هي معموله على هوديني بتاع الحاجات دي. هوديني ده برنامج اللي هو هنا تحت ده بتاع السيميوليشنز والكلام ده وبتاع. اللقطه دي 100% 100% معموله على بلندر عادي جدا، وبطريقه بسيطه، هو ان انا آه، آه، حددت اماكن معينه رسمتها بايدي كده، لونتها، وانتوا ناس عندكم تابلت وبتعرفوا تلونوا وترسموا، وقلت له الحته دي هتبقى ماتيريال معين اللي هي الالوان اللي احنا قلناها، والحته دي هتبقى ماتيريال معين، ودي هخليها تسيطر على دي، هخلي دي تبقى اكتر من دي، بعملها انيميشن. ف انا لو كنت من سنتين حاولت اعمل مشهد زي ده بنسبه كبيره كنت هقعد بقى وهكلم بقى يعني الاتحاد السوفيتي، وهقعد بقى ونشوف هنعمل بقى مشهد زي ده ازاي، ولكن المشهد ده اتفه مما تتخيلوا ان هو يتعمل. ف ده يعني ده بالنسبه لبلندر. لو انت واحد 2 دي انيميتور او في ال 2 دي او ايا كان، دخولك لل 3 دي، مش هقول ان انت تشفت، انا ضد ان حد يشفت خالص ال 3 دي، ولكن دخولك لل 3 دي هي حاجه اللي هتخليك تيجي للجزئيه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان انت محتاج تعمل كاتيجوري وتبقى انت لوحدك فيه. خلينا اديكم مثال تاني يعني. في بلندر هنا لو احنا جينا في جنرال وكتبنا نيو، فين 2 دي انيميشن، هلاقي ان بلندر اصلا في 2 دي. فانا بحقد على اي حد بيعرف يرسم، لان لو انت بتعرف ترسم واتعلمت 3 دي انت هتعمل حاجات انت مش متخيلها. بمعنى انا هكتب هنا ان انا بحبكم كلكم وان انا مبسوط ان انا كنت معاكم، وبعدها فجاه بتلاقي ان انت في 3 دي تقدر ترسم على اي اوبجكت 3 دي، تبدا تعمل حاجات لا تتخيلها حرفيا. تمام، والموضوع اكبر من اللي انا بعمله ده بكتير طبعا يعني. ف ده الكاتيجوري اللي انت محتاج تخش فيه. مش هقول لك ان انت ترمي ال 2 دي، لا يا باشا، انت محتاج تفهم ان في تول جديده موجوده. التول الجديده دي هتقدر ان هي تحطك في مكان جديد، فتقدر تحط الاسعار اللي انت عايزها، فتقدر تنافس وتقدر تبقى انت الحصان اللي في الكاتيجوري بتاعك، امسكوا الحصان. ف يعني ده الجزئيه بتاعت ال 3 دي. طيب انا بقى عايز اوريكم ايه دلوقتي؟ انا هوريكم ناس، انتوا شايفين كده عندي صح؟ هوريكم ناس في السيرفر عندي انا في الكوميونتي عندي انا بتاع الكورس. تمام، هوريكم يعني احنا بنعمل تحديات طبعا. هو الكورس طبعا فيديوهات مسجله والكلام ده كله، وبيبقى فيه تحديات بقى في الكورس، والتحديات دي هدفها ان انا يعني بتحدى الناس في حاجات معينه وبديهم جوائز. يعني لو جينا هنا مثلا هنلاقي ان فين الانونسمنت، ان انا هنا بعلن عن مسابقه مثلا، بقول لهم تحدي جديد، هنا دي المسابقه، وبقول لهم الجائزه شغل مع سيف حسام في الشركه مثلا، و5000 جنيه هتتوزع على الناس اللي شغلها كويس، وهكذا. كل مره بنقعد نعمل كده عشان احفز الناس. ده طبعا بغض النظر عن الكورس نفسه فيديوهات مسجله، ولكن دي عشان انا عارف ان ال 3 دي هو حاجه بالاستمرار، فانا بحاول ان انا احفز الناس. فهوريكم شغل الناس عامه عشان تشوفوا ان الناس دي معظمها على فكره بادئين من الصفر عشان تبقوا عارفين. فهوريكم شغلهم عشان بس تبقوا عارفين ان الموضوع دوبل، يعني انت تقدر تعمل حاجه زي كده. خلوني بقى انزل تحت، كل دي تحديات احنا كنا عملناها. خلوني انزل. يا نهار ابيض كل ده. طيب فين مثلا هنا؟ معلش بقى يا شباب عشان هيعمل لود. يلا بقى ما تكسفناش. طبعا زي ما انتم شايفين السيرفر بتاعنا سريع وما بيعلقش. طيب استنى خلينا نطلع كده فوق. طيب خلونا مثلا نشوف، انا كنت بعمل تحدي للناس اللي لسه داخلين مثلا الكورس، تمام، لسه جداد. فانا ببقى عايز بعد ما يخلصوا الليفل الاولاني ان انا اكسر الجزئيه بتاعت الخوف بتاعتهم، ان هم يعملوا حاجه بنفسهم. عارفين انتوا الحوار اللي هو ان انت بتمشي ورا توتوريالز فنفسك تعمل حاجه من غير ما تتفرج. فانا بقول لهم تحدي معين، وده اول عمل ليه بدون ماتيريال، بدون يعني ان هو يمشي ورا حد. فده حد عامل الحاجه دي اول مره خالص ليه،
فبنبدا ان احنا نكسر الحاجز ده. الناس بقى طبعا بتكتب له والكلام ده كله. ده واحد مثلا انا بقول له ايه يا فنان انت بالك قد ايه معانا؟ قال لي اسبوع. تحس ان هو ايه، سميرف، لو انتوا عارفين يعني ايه كلمه سميرف. وهكذا. وبنبدا نخش نحلل شغل الناس ده، نقول لهم ايه الغلط ايه الصح، مين عمل ايه. طبعا الحلو ان انتوا ليكوا الاكسس على الناس دي كلها، كل الناس دي بتقعد تكلم بعض وتقعد تتعلم من بعض. ولكن عايز اوريكم حاجات تانية بقى غير الحاجات دي، عايز اوريكم الشغل التقيل بقى شويه. ده كان تحدي للناس اللي هم لسه بيبداوا. فين مثلا؟ ده طبعا ما اعرفش انتوا عارفين ولا لا، ده واحد من البروجكتات الجامده قوي اللي حد مطلعها من محسن، مطلعها من الكورس. ده كان تحدي ان انا بقول لهم يعملوا نظاره الري بان دي في مشهد صيني. طبعا في الاول كلهم قعدوا يقولوا مستحيل ما ينفعش مش عارف ايه. قلت لهم معلش معلش معلش، وفي الاخر كلهم عملوها عادي جدا. فطبعا يعني ده شغل الناس ده. مثلا حد دي فكره مثلا، ده محمد تقريبا، عظيم محمد عامل فكره رائعه. خلوني اوريكم. ده كان تحدي برضو. ف... فالشباب دي بتتحدى نفسها. احنا بنعمل الحاجات دي عشان، مش عشان حاجه، ولكن عشان اثبت لهم ان هو انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها. انت بس ممكن تبقى مش واثق في نفسك. فانا بحاول ان انا ادي لك الثقه دي. ده برضو واحد من الانيميشنز الجامده. انتوا تمام؟ اهم حاجه. فين؟ فين انا شايف نفسي ليه؟ تمام. طبعا في حاجات كتيره قوي جوه بقى يعني، قصص، وبنعمل التحديات دي غير الكورس لو حد بيبقى عنده سؤال مش عارف ايه. فالهدف من الكلام ده كله طبعا الجزء الاولاني ان انا اوريكم الناس اللي موجودين. الهدف التاني ان انا اقول لك ايا كان انت فين بتعمل ايه. انت ممكن ما تبقاش عارف الحاجه اللي جواك. انا في كوت انا بحبها قوي، كنت وريتها للشباب عندي مره، ليها علاقه بالفيلم اللي هو موجوده في فيلم اللي هو بتاع كونغ فو باندا. لما كان كونغ فو باندا بيقول للماستر بتاعه، بيقول له انت خلتني افشل ليه؟ فهو الراجل كان بيرد عليه بيقول له عشان انت مش عارف انت ممكن تعمل ايه. انت مش عارف الباور اللي جواك او القدره اللي جواك ان انت تعرف تعمل ده. ف... فهي دي الفكره كلها. هو الكورس من الصفر بس يعني، من اول واجهه البرنامج كده من الصفر خالص. بنشرح من تحت من تحت الارض. طيب. يعني انا اتمنى ان انتوا تبقوا اتبسطتوا معايا يا شباب. اتمنى جدا ان انتوا تبقوا اتبسطتوا معايا. ثانيه بس اجيب البتاع ده كده. فين؟ نجيب البتاع ده كده. طيب. انتوا شايفين صح؟ الشاشه سوداء ليه؟ ماشي. طيب. انا في كام حاجه بس كده انا هقولها. دي مهمه بالنسبه لي يعني. انا هطلب منكم كام طلب. اول طلب، لو حد هنا موجود من الكورس يكتب حاجه للناس اللي مش جوه، ان انتوا تشجعوهم عامه. الناس اللي موجوده في الكورس، انا عارف ان في ناس هنا موجودين معايا، اكتبوا لهم اي حاجه من قلبكم عادي جدا. دي حاجه انا طالبها يعني. الحاجه التانية ده عشان هشام يعني، لان هشام قدر ان هم يجمعنا بصراحه. فاحنا كنا عاملين كود ليه علاقه بالكورس، خصم زياده لهشام يعني. فكنا قفلناه، فاحنا فاتحينه تاني وعاملين كده مفاجاه تانية. فالمهم لو انت واحد جوه اللايف ده، تمام، انت واحد قاعد دلوقتي، عايزك تعمل سكرين شوت وانت قاعد جوه، او تصور بكاميرا الموبايل او ايا كان، وابعت على الرقم ده لو انت حابب ان انت تبقى موجود معانا. لو انت حابب ان انت تبقى موجود معانا وتنورنا، ابعت لي على الرقم ده. بس اهم حاجه ابعت السكرين شوت عشان في يعني مفاجاه للناس دي، وعشان هشام قدر ان هو يجمعنا. لان انا بجد اتمنى ان احنا الموضوع ده مش اخر مره. انا مبسوط قوي ان انا معاكم. فصوروا دي اهم حاجه. الرقم انا كاتبه لكم اهو. تمام. سكرين شوت اهم حاجه، وصور وابعت لهم، لان اي حد مش موجود انا اعتبر ان هو مش خالص. تمام. طيب. الحاجه التانية بقى اللي انا بحبها قوي قوي قوي، واطلب منكم ان انتوا تعملوها بجد، هو دي بقى بعد اذنكم. انا بحب لو انت استفدت من اللايف ده
بنسبة 1% صور ستوري ونزلها على انستجرام او على الفيسبوك ويعمل لي منشن انا وهشام ويكتب اي حاجة، لان دي بتساعدنا طبعا. انا عايز اقول لكم ان حاجة من الحاجات الباور في الماركتينج، وانا بقولها لكم بكل صراحة قدامكم، ان انتوا تطلبوا من الناس انتوا عايزين ايه. انا بقول لكم انا دلوقتي بطلب منكم عادي جدا ان انا عايز ان انت تصور وتكتب اللي في قلبك. لو انت استفدت بنسبة 1% ده بيساعدني ان ناس تبقى مصدقه ان مثلا انا قلت حاجه مفيده او كده، او هشام بيحاول يساعد الناس، فدي حاجه بتفرق معانا. فصور انا اهو وهجيب لك وودي. تمام. فده الرقم يا شباب. ويعني مش عارف يعني اتمنى ان انتوا تبقوا مبسوطين. طبعا لو في حد بيسال احنا ليه بنقفل الكورس وبنفتحه، يعني احنا الكورس هيقفل خلاص بعد يعني بكره الصبح او حاجه، فلو حد عايز يخش يلحق يبعت. احنا بنقفل لسبب معين مش رخامه، اي حد هنا يبقى عايز يفضل فاتح، ولكن عشان احنا بنحاول نركز مع الناس اللي في ديسكورد، بنعمل لهم لايفز، بنحاول ان احنا نساعدهم على قد ما نقدر، فمش بنحاول ان احنا ندخل ناس وخلاص. اي حد سجل الرقم ده يعمل سكرين شوت ويبعت يقول لهم انا، لو انت عايز تشترك قول لهم انا عايز اشترك، وابعت لهم السكرين شوت دي. وفي يعني احنا هنظبط الدنيا كده عشان هشام اكتر شويه يعني، وعشان بدر موجود برضه. بحبك قوي يا بدر. طيب يا شباب، تحبوا ان احنا نقعد مثلا ربع ساعه اجاوب على اي سؤال مثلا حد عايزه، ولا انتوا زهقتوا خلاص؟ انا تمام بالنسبه لي، انا مبسوط. لو انتوا حد عنده اي سؤال وعايز يسال يلا بينا انا معاكم. في انا كنت باعت لك على انستجرام، كنت عايز اعرف لو في امكانيه اتكلم معاك في التشانل. لو انت في الكورس تاني، انا في مره هعمل حوار ان الناس تطلع تتكلم معايا وكده. نعيد اول حته. اول حته هو هشام مسجل على فكره، يعني هشام مسجل كورس السي جي اي، هينزل قريب في شهر واحد ان شاء الله. نتيجه التحدي لا، دي في السيرفر التاني بقى، ما تدخلوش طيب انا لما بتعلم منين؟ هقول لكم الرحله بتاعتي عامه. انا بحب جدا اليوتيوب عادي قوي، ولكن انا كسيف شخص مشتت، او انا بنبهر بحاجات كتير. يعني انا ببقى شايف مثلا توتوريال هنا حلو، في نص ما انا هنا بلاقي مثلا في السامب نيل تحت واحد تاني، فبروح قافل ده وبروح داخل على ده. دي شخصيتي للاسف. فبعدها انا كبرت لما دخلت على كورسات واشتريت كورسات وكده. يعني انا اصلا كسيف ما بعملش اي حاجه في حياتي غير لو انا هشتريها. يعني انا ما ببيعش حاجه غير لو انا بشتريها، فاهمين؟ فانا حاليا مثلا بتعلم هوديني، شاري كورسات لهوديني وهكذا. فهي دي شخصيتي يعني. آه، موضوع الاي اي من وجهه نظري ايه ايجابياته وسلبياته؟ احنا حاليا مثلا بنستخدم الاي اي في شغلنا ان احنا بنعمل بيه مود بوردز والحاجات دي. فانت المفروض ان انت تستخدمه في ايا كان السيتويشن بتاعك، لان لو انت ما استخدمتوش واحد تاني هيستخدمه هياخد مكانك. لان زي ما قلت لكم البيزنس، الجيم اوف بيزنس هي عباره عن حد بياخد مكان حد. واللي يعيط يعيط، ما تكرهش اللعيب، اكره اللعبه. تمام. هل الاي تي اي فرقت معايا؟ طبعا انا اتعلمت فيها انيميشن اكيد. هل اقدر استعمل ساوند افكت على الفيديو ويطلع شغل جامد؟ احنا حاليا شغالين على فيديو الراجل مش عايز مزيكا، هو عايز ساوند افكت بس. كل حاجه ليها العميل بتاعها. سيف ممكن توفر فرصه للمبتدئين يشتغلوا معاك بعيدا عن التحديات عشان نطور من كفاءتنا. دي حاجه ممكن نبقى نعملها كانترن او حاجه قدام. احنا بنحاول ان احنا نكبر الموضوع على قد ما نقدر، جزء جزء يعني. ناس كتير تسال الاي اي، انا جاوبت عليه. ايه الكورسات الاجنبيه اللي ترشحها في ال 3 دي؟ في مثلا اريان ده بتاع موديلنج حلو قوي على اليوتيوب. ده على اليوتيوب مش كورس بفلوس، وعنده على فكره ديسكورد برضو كورس بفلوس حلو. في مين تاني؟ في هوديني في مدرسه اسمها هوديني سكول، انا بحبهم. سي جي بوست حلوين جدا، دول ناس كويسين يعني. دول ناس انا شاري كورساتهم. يعني اي حاجه انا بقولها زي ما قلت لكم انا شاري الكورسات دي. ايه احسن حاجه في بلندر احسن من سينما 4 دي؟ انا ما عنديش خبره في سينما 4 دي، ولكن انا واثق في بلندر ان هو احسن برنامج 3 دي بالنسبه لي يعني. في حد بيحاول يشترك في الكورس بقاله شهر بس طرق الدفع مش موجوده بسوريا؟ ابعت لنا على الواتساب بسرعه هنقول لك كل الحلول، احنا لينا عيون في كل مكان. تنترررن. ابعت المهم ابعت. اي حد عنده مشكله يا جماعه، رقم الواتساب اهو، يخش ويبعت واحنا معاكم هنساعدكم. لو حد عايز يخش الكورس ينور، لو حد مش عايز برضو انت منور، احنا يعني انت منور عامه، بنحبك عامه كده يعني. آه، how to gain clients as an environment artist. ان انت تنزل شغلك في الانفايرمنت، وان انت تشوف مين اللي طالب شغل انفايرمنت. خش على تشات جي بي تي واكتب انا كذا 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 وعايز اعرف مين الكلاينتس اللي بيعملوا كذا. انا بعمل كده على فكره. ايه رايي في مجال الكاركتر انيميشن؟ انا اصلا كنت كاركتر انيميتور، ولكن حاسه مش مطلوب شويه بصراحه. يعني مطلوب في الشركات ولكن كفريلانس مش قوي. اسعار شغلي ازاي؟ ده ممكن يبقى لايف تاني بقى ليه علاقه بالتسعير، لان ده قصه كبيره قوي قوي قوي.
في سؤال لي علاقه بالمانيبيوليشن، انا ده هشام بقى وبدر والشباب الفهمانين اكتر في الحته دي. ماشي، في اسئله بتتعاد. الرقم اهو، هو انتوا ايه، انتوا مش شايفينه وانا مش عامل شير ولا ايه؟ انتوا شايفين الرقم صح؟ انا فاتح الشاشه ولا انتوا مش شايفينها؟ شايفينها؟ مم. شايفين، ماشي. أه... خبرتك في الاي تي اي طالعه في هالكورس. انا اتعلمت في الاي تي اي انيميشن، الانيميشن اتعلمته فيها بصراحه. فالانيميشن مهم لان الانيميشن للاسف حاجه لازم بالتكرار، التكرار بيعلم الشطار، انتوا فاهمين يعني. بص، في حد بيسأل على الكورس. اي حد هيخش الكورس اكيد انت لو مشيت ورا الكورس هتسبق اي حد على اليوتيوب، ده طبيعي جدا، دي حاجه عاديه، ده كان هدف الكورس اصلا يعني بكل صراحه. وانا ما بقولش الكلام ده بثقه غير لما بشوفه بعيني. يعني في الاول لما كنت بماركت للكورس وبقول للناس على الكورس، ما كنتش اقدر ان انا اقول حاجه ببق الناس. دلوقتي اقدر ان انا اقول لك خش عادي، شوف شغل الناس واتفرج على كلامهم واسالهم. الناس اللي موجودين معانا هنا هم بيكتبوا، انا بحاول ان انا ابقى معاهم عشان اعلمهم اسرع يعني، فده طبيعي. يعني المنتور عامه دي يعني مثلا انا دلوقتي عايز اتعلم 2 دي مانيبيوليشن، تفتكروا اخش على اليوتيوب ولا اكلم هشام اقول له هشام علمني؟ ما فيهاش تفكير، ما فيهاش تفكير، هكلم هشام منتور هيوصلني اسرع لان هو عدى بحاجات اكتر يعني. امتى خدت قرار ان انا لازم ادير شغلي من خلال شركه مش مجرد حساب شخصي بتديره بنفسك؟ الدنيا هي اللي اجبرتني بكده، الضرايب هي اللي اجبرتني بكده. الدنيا هي اللي بتجبر واحد على كده يعني. ودي حاجه كويسه يعني. ف ماشي يا شباب، مش هطول اكتر من كده. اتمنى ان انتوا استفدتوا، واتمنى ان انا ابقى فدتكم ولو 1%. شكرا يا هشام، افتح بقى يا باشا المايك، قول اي حاجه، قول اي حاجه للشباب. شكرا. شكرا انت والله يا اتش، والله بجد. واتمنى فعلا الناس تبقى يعني يعني استفادت من الجزئين اللي انا بحب اتكلم فيهم، ان هم فعلا جزئين زي ما انا قايل لك قبل كده، هم جزئين مختلفين تماما، ولكن انا بقى عندي شغف قوي بان انا اشوف ازاي اربط البيزنس مع الفن، لان انا عارف ان في ناس كتير جدا ممكن تبقى فعلا فنانه. وانا كنت قلتها في اول اللايف، لو انت فاكر، ان لما حد بيجي يقول لك انا بقالي 5 ساعات شغال على البروجكت ده، بس هو مش قادر يفهم ان الفلوس ليه ما جاتش، فاهم؟ شكرا يا اتش. وطبعا يا جماعه اللي ما انا مش عارف ازاي انا عملتش كده، ده ده اهم جزء في الماركتنج. اي حد ما يعرفش الاكونت بتاعي، احنا فاضل لنا 400 واحد ونبقى 200,000. فلو انت واحد مش عامل فولو خش، عشان هتبسط قوي برقم 200 ده بصراحه يعني. ف وطبعا خش اسالني اي سؤال و... وان شاء الله يعني بحاول ان انا ارد على كله، واتفرج على الشغل شوف انا بعمل ايه. يعني قلدني عادي جدا. عيش يعني. باي باي. ابعتوا يا شباب على الواتساب ده بقى اي حد عنده سؤال، يلا. السلام عليكم. باي. ودي بيقول لكم باي باي.